تخيل انت كل يوم بتفتح جورنان ده مصر بلدنا، مصر ملكنا، لازم نطرد الاحتلال. ايه رايك كده يا انجلترا؟ ان احمد عرابي لو كان نجح وكان عرف يعمل ثوره، كان زمان احمد عرابي ماسك الخديوي توفيق ده عامله فراخ بانيه، كان زمانه عزله من الحكم. اكيد امك في البيت قالت لك انت يا حيوان سيب الموبايل ده خش اتخمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايبنا اخواتنا طلاب ثالثه ثانوي في كل مكان في انحاء جمهوريه مصر العربيه. اهلا بكم ابطال، سموا الله وصلوا على رسول الله. اول حاجه احب اقولها لحضرتك ان النهارده المحاضره اللي الناس كلها كانت مستنياها هي محاضره اسمها الحركه الوطنيه ضد الاحتلال البريطاني. احنا كده كده عارفين ان انجلترا احتلت مصر، فاحنا النهارده هنشوف الشعب هيعمل ثوره ضد الاحتلال ازاي. حصه جميله جدا، حادثه فاشوده، حادثه دنجواي، مصطفى كامل، محمد فريد، خديوي عباس حلمي الثاني. حصه ولا اجمل ولا اروع من اي حصه ممكن تشرح. انا مش عارف الوقت هياخد قد ايه تقريبا، ممكن تلاقي الحصه عدت ساعه ونص، يا رب ما تعديش كده، تمام؟ بس هي حصه فيها شويه شغل وحصه هتعجبك. سم الله، صلى على رسول الله. قبل اي حاجه اوضح للناس ان اي حد لسه مش على جروب الاونلاين لازم يا جماعه يبعت لنا رساله على ارقامنا، ضروري جدا عشان يدخل معانا جروب الاونلاين. رقمنا اللي بيدخل جروب الاونلاين هو 011 59 62 98 94. واهلا بكم ابطال معانا في اخر درس النهارده، هو الحركه الوطنيه في عهد الاحتلال البريطاني. اول حاجه بقولها لحضرتك هي الحركه الوطنيه في عهد الاحتلال البريطاني. تعالى يا باشا بقى كده نفتكر مع بعض، هي انجلترا احتلت مصر سنه كام؟ 1882. طب مستر، انجلترا ايام ما كانت بتتدخل في شؤوننا بس نزلنا عملنا ضدها ثوره كبيره جدا اسمها الثوره العربيه. ده ايام ما كانت بتتدخل في شؤوننا، يعني هي لسه ما احتلتناش. قال لك ايام ما انجلترا ما كانت بس بتتدخل في شؤوننا نزلنا خرمنا الدنيا وعملنا ضدها ثوره اسمها الثوره العربيه. النهارده انجلترا مش بتتدخل في شؤوننا، ده النهارده انجلترا احتلت مصر اول 10 سنين من الاحتلال. اول 10 سنين من الاحتلال يعني من 1882 ل 1892. اول 10 سنين من الاحتلال من 1882 ل 1892 اسمها مرحله الخمود ومرحله الكمون. مستر يعني ايه الخمود؟ يعني ايه الكمون؟ نايمين. عارف لما حد يجي يقول لك خش اتخمد يعني خش نم؟ اكيد امك في البيت قالت لك انت يا حيوان سيب الموبايل ده خش اتخمد. اتخمد يعني نايمين. فلك ان اول 10 سنين من الاحتلال من 1882 ل 1892 كان اسمها مرحله الخمود ومرحله الكمون. اسمها خمود وكمون الحركه الوطنيه. كلمه خمود وكمون الحركه الوطنيه ان ما حدش هينزل يعمل ثوره. ليه يا مستر؟ ليه اول 10 سنين اسمها الخمود؟ ليه اول 10 سنين اسمها الكمود؟ بما او الكمون بما تفسر توقفت الروح الوطنيه اول 10 سنين. اقول لك بس معلومه، ان 10 سنين دول اسمهم عقد، فممكن بدل ما يقول لي اول 10 سنوات يقول لي العقد الاول من الاحتلال. فهنا بيقول لي الحركه الوطنيه ضد الاحتلال البريطاني. الشعب هينزل يعمل ثوره ضد انجلترا. اول 10 سنين من 1882 ل 1892 خمدت الروح الوطنيه. كلمه خمدت الروح الوطنيه محدش هينزل يعمل ثوره. ليه؟ لان انجلترا محتليه مصر. الاول كان احمد عرابي كل شويه يجمع اصحابه ويروحوا عند الخديوي توفيق قصر عابدين عشان ما كانش في حد يلمهم، ما كانش في حد يضربهم بالجزمه. لكن دلوقتي انجلترا محتليه مصر، فاللي هيفكر ينزل يعمل ثوره انجلترا مش هتتردد لحظه واحده ان هي تضربه بالنار. فقال لك رقم واحد ما حدش هينزل يعمل ثوره، مصر تحت الاحتلال البريطاني. يبقى تاني يا جماعه ليه ما حدش هينزل يعمل ثوره؟ واحد، مصر تحت الاحتلال البريطاني. طب رقم اتنين، هو مين اللي كان بيعمل ثوره؟ اللي كان بيعمل ثوره احمد عرابي واصحابه. فقال لك نفي واعتقال زعماء الثوره العربيه. قال لك ان احمد عرابي هو واصحابه منهم اللي اتنفى ومنهم اللي اعتقل، اللي كانوا بيعملوا ثوره في المنفى. فقال لك رقم واحد وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني. محدش هينزل يعمل ثوره لان مصر تحت الاحتلال البريطاني. نفي بعض زعماء الثوره العربيه واعتقال البعض الاخر. قال لك ان زعماء الثوره العربيه منهم اللي اتنفى ومنهم اللي اعتقل. كمان ما تنساش ان السلطه الفعليه في ايد انجلترا. اوعى تنسى دي، السلطه الفعليه في ايد معتمد بريطاني اسمه اللورد كرومر. وانجلترا اخضعت الاداره في مصر للعنصر الانجليزي. يعني انجلترا شالت كل الموظفين المصريين وحطت مكانهم موظفين اجانب في الجيش، في الشرطه، في العدل، في الماليه، في الحقانيه اللي هي وزاره العدل. فقال لك كمان تاني حاجه، تركيز السلطه الفعليه لمصر في يد المعتمد البريطاني اللي هو اللورد كرومر. وبدأت سياسة إخضاع الإدارة في مصر
للعنصر الانجليزي. كلمه اخضاع الاداره في مصر للعنصر الانجليزي اللي هي سياسه قلناها قبل كده اسمها سياسه النجلزه. الاجانب ماسكين الجيش، ماسكين الشرطه، الماليه، الاشغال والحقانيه. طب يا اساتذه، معنى ان السلطه الفعليه في ايد انجلترا ده كان قانون اكدنا عليه 5 مرات قبل كده. القانون اللي احنا اكدنا عليه كان اسمه القانون الاساسي. رقم 3، ليه الخديوي توفيق مش هيعترض على اللي انجلترا بتعمله؟ ليه الخديوي توفيق مش هيعترض على الاجانب؟ لان الخديوي توفيق عارف كويس قوي ان انجلترا هي اللي حمته من الثوره العربيه. يعني ايه كلمه انجلترا هي اللي حمته من الثوره العربيه؟ انجلترا هي اللي حمت الخديوي توفيق من الثوره العربيه. بمعنى ان احمد عرابي لو كان نجح وكان عرف يعمل ثوره، كان زمان احمد عرابي ماسك الخديوي توفيق ده عامله فراخ بانيه، كان زمانه عزله من الحكم. فقال لك ان توفيق مش عارف يعترض لان الخديوي توفيق عارف كويس قوي ان انجلترا هي اللي حمته من الثوره العربيه. فقال لك خضوع الخديوي توفيق لسيطره الانجليز وعدم اعتراضه على سياستهم، خاصه انهم حموه من الثوره العربيه. طب مستر، فين شريف باشا؟ فين مصطفى فهمي اللي كان ماسك وزير الخارجيه؟ اين ذهبت الشخصيات الوطنيه؟ شريف باشا فين؟ مصطفى فهمي فين؟ الناس دي راحت فين؟ قال لك تفرقوا عن المقاومه. قال لك ان الشخصيات الوطنيه تفرقوا عن المقاومه. يعني ايه كلمه تفرقوا عن المقاومه؟ مش هيقاوموا. مستر يعني ايه كلمه مش هيقاوموا؟ نسيوا البلد. طب راحوا فين؟ منهم اللي فتح مكتب محاماه زي شريف باشا، منهم اللي اشتغل في الحكومه، ومنهم اللي بقى خاضع لانجلترا زي مصطفى فهمي. فقال لك الشخصيات الوطنيه انشغلت عن المقاومه. انشغلت يعني سابت المقاومه. منهم اللي اشتغل في وظائف حكوميه، ومنهم اللي اشتغل في وظائف خاصه اللي هي اعمالهم اللي هي الوظائف الخاصه، ومنهم من حاول التقرب من الانجليز، يعني منهم اللي خضع لانجلترا. اللي خضع لانجلترا زي واحد اسمه مصطفى فهمي. طب سمي الله وصلى على رسول الله. مصطفى فهمي ده اللي هو كان وزير خارجيه. انا اسال الناس 3 اسئله واللي عايز يجاوب انا تحت امره. اول 10 سنين من الاحتلال، اول 10 سنين من الاحتلال يعني من سنه كام لسنه كام؟ من 1882 ل 1892. اول 10 سنوات من الاحتلال من 1882 ل 1892. اول 10 سنوات من الاحتلال في حركه وطنيه ولا خمود وكمون؟ خمود وكمون. 10 سنين يعني قرن ولا عقد؟ عقد. طب مستر، ليه اول 10 سنين محدش هينزل يعمل ثوره؟ 1، مصر تحت الاحتلال البريطاني. 2 نفي واعتقال زعماء الثوره العربيه. 3 ان السلطه الفعليه في ايد اللورد كرومر اللي هي في ايد انجلترا، واخضعوا الاداره في مصر للعنصر الانجليزي. 4 ودي اللي تهمني، ان توفيق مش هيعرف يعترض على اي حاجه بتعملها انجلترا، لان توفيق عارف كويس قوي ان انجلترا هي اللي انقذته من احمد عرابي والثوره العربيه. 5 الشخصيات الوطنيه زي شريف باشا وزي مصطفى فهمي انشغلوا عن المقاومه، سابوا البلد ونسيوها. راحوا فين؟ راحوا 3 اتجاهات. اول اتجاه قال لك نسيوا البلد، راحوا 3 اتجاهات. اول اتجاه منهم اللي اشتغل في وظائف خاصه، تاني اتجاه منهم اللي اشتغل في الحكومه، تالت اتجاه منهم من اتقرب من انجلترا زي مصطفى فهمي. يعني يا مستر ايمن انت عايز تفهمني ان اول 10 سنين مفيش حاجه ظهرت ولا حد طلع شتم الانجليز، حتى مثلا قال الانجليزي انت ولاد انجليزي ولاد الكلب؟ مفيش الكلام ده، مفيش، محدش اتكلم. قال لك اول 10 سنين من الاحتلال توقفت الحركه الوطنيه، بس ظهر حاجات خفيفه. في حاجات ظهرت واختفت. ايه الحاجات اللي ظهرت واختفت؟ جمعيه الانتقام. بص بقى اهو، قال لك مظاهر الحركه الوطنيه خلال ال10 سنوات الاولى. يعني اول 10 سنين ظهر حاجات خفيفه، يبقى معنى كده اول 10 سنين توقفت الحركه الوطنيه تماما ولا مقاومه غير منظمه؟ اول 10 سنين مقاومه غير منظمه. يبقى لك اول 10 سنين الحركه الوطنيه ما وقفتش تماما، اول 10 سنين مقاومه غير منظمه. يبقى تاني، اول 10 سنين الحركه الوطنيه ما وقفتش تماما، يعني مش ليها ايه؟ مش ليها واقفه خالص، ظهر حاجات بس حاجات غير منظمه زي جمعيه الانتقام. جمعيه الانتقام، الجمعيه دي يا جماعه هم شويه شباب عاملين جمعيه سريه، فمش هعرف اديك عنها معلومات، هي جمعيه سريه. الجمعيه دي عملها شويه شباب جايبين سلاح وبيقتلوا الانجليز. هم فاكرين ان هم بالليل لما يمشوا في الشوارع يقتلوا كام عسكري انجليزي انجلترا هتمشي. فقال لك ان دي جمعيه اسمها جمعيه الانتقام، جمعيه سريه تهدف الى تحرير مصر.
باغتيال الانجليز، ان هم يقتلوا الانجليز. اتقبض على اعضائها كلهم 1883. خلي بالك ان الجمعيه دي جمعيه مسلحه. ليه الجمعيه مسلحه؟ لان هي ماسكه سلاح في ايديها. فقال لحضرتك ان جريده الانتقام او جمعيه الانتقام هي جمعيه عملها شباب سريين كانوا بيقتلوا الانجليز. هم شايفين كده ان هم بيحرروا مصر، لكن اللي انت ما تعرفوش ان انجلترا قبضت على كل اعضائها. في جريدتين ظهروا، جريده اسمها العروه الوثقى وجريده اسمها المؤيد. هشرحهم لك بالتفصيل، بس خلي بالك طالما في جريدتين، الجرايد دي بتكون اسمها مواجهه فكريه. يبقى تاني، الجرايد دي بتكون مواجهه ايه؟ فكريه. فقال لك ظهر جريدتين، جريده اسمها العروه الوثقى وجريده تانية اسمها جريده المؤيد. يبقى انا عندي كام جريده ظهروا؟ 2، جريده العروه الوثقى وجريده المؤيد. طب جريده العروه الوثقى دي جريده اسسها 2، واحد اسمه جمال الدين الافغاني وواحد اسمه الشيخ محمد عبده. محمد عبده ده اللي هو شيخ في جامع الازهر. فهنا ممكن يسالني يقول لي ان جامع الازهر كان ليه دور اثناء الاحتلال البريطاني؟ اثناء الاحتلال البريطاني محمد عبده عمل جريده اسمها العروه الوثقى بتوثق الاخبار. طب قبل الاحتلال البريطاني محمد عبده حلف الضباط اليمين في جامع الازهر. اخر جريده ظهرت سنه 1889 كان اسمها جريده المؤيد. الجريده دي اتعملت في اطار فكره اسمها الجامعه الاسلاميه. الطالب اللي مش عارف الجامعه الاسلاميه، الجامعه الاسلاميه اللي هي الدوله العثمانيه. فلك اخر جريده اتعملت اسمها جريده المؤيد، وجريده المؤيد اتعملت في اطار فكره اسمها الجامعه الاسلاميه. الجامعه الاسلاميه مين اللي مجمعه كل مسلمين العالم؟ اللي مجمعه كل مسلمين العالم هي الدوله العثمانيه. يبقى انا اعيد من الاول. اول 10 سنين من الاحتلال، اول 10 سنين من الاحتلال كان اسمها مرحله الخمود او مرحله الكمود. اول 10 سنين من الاحتلال توقفت الحركه الوطنيه. ليه؟ خد عندك مصر تحت الاحتلال البريطاني، نفي واعتقال زعماء الثوره العربيه. 2 السلطه الفعليه في ايد انجلترا. 3 توفيق مش هيعترض عشان انجلترا هي اللي حمته من الثوره العربيه. 4 الشخصيات الوطنيه سابت البلد، سابوا المقاومه، نسيوا المقاومه، ومنهم اللي اشتغل في وظائف حكوميه، منهم اللي اشتغل في اعماله اللي هي الاعمال الخاصه، ومنهم من اتقرب من انجلترا. يعني انت يا استاذنا عايز تعرفني ان اول 10 سنين الحركه الوطنيه توقفت تماما؟ لا، ظهر مقاومه غير منظمه، مقاومه غير منظمه زي جمعيه الانتقام، جمعيه مسلحه، جمعيه سريه عايزه تقتل الانجليز، لكن اتقضى عليهم سنه 83. جريده العروه الوثقى اسسها جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده. جريده المؤيد اتعملت في اطار فكره اسمها الجامعه الاسلاميه. طب اساتذه، قال لك ان في الوقت ده سنه 1892 يعني بعد 10 سنين من الاحتلال بيموت الخديوي توفيق. طب لما يموت الخديوي توفيق هيمسك ابنه اسماعيل. ليه يا مستر؟ لان حكم مصر وراثيا في اكبر ابناء اسره اسماعيل. يبقى تاني، حكم مصر وراثيا في اكبر ابناء اسره اسماعيل. يعني كده بعد ما يموت الخديوي توفيق هيمسك ابنه عباس حلمي الثاني. طب عباس حلمي الثاني مسك طبقا لفرمان 1866، لان الفرمان ده اللي كان بيقول ان حكم مصر وراثي في اكبر ابناء اسره اسماعيل. يبقى تاني يا جماعه، قال لك لما الخديوي توفيق هيموت هيمسك ابنه الخديوي عباس حلمي الثاني. طب عباس حلمي الثاني مسك طبقا لفرمان 1866. طب صلي الله على رسول الله. توفيق مات، مسك ابنه عباس حلمي الثاني. توفيق مات، مسك ابنه عباس حلمي الثاني. طب عباس حلمي الثاني لما هيجي هل هيبقى معاه السلطه الفعليه؟ لا، عباس مش هيبقى معاه السلطه الفعليه، لان عباس خديوي، والخديوي بيكون معاه السلطه السوريه اللي هي السلطه الاسميه اللي هي السلطه الشكليه. فقال لحضرتك ان عباس حلمي الثاني لما جه السلطه ما كانتش في ايده. ليه؟ لان انجلترا هي اللي كان معاه السلطه الفعليه. طب عباس معاه انه سلطه؟ قال لك عباس معاه السلطه الاسميه. السلطه الاسميه اللي هي السلطه السوريه. فقال لك ان عباس معاه السلطه السوريه اللي هي السلطه الاسميه. حتى السلطه السوريه حتى السلطه الاسميه مش معاه لوحده. زي ما قلت لك كده يا حبيبي ان عباس حلمي الثاني لما جه
ما كانش معاه السلطه الفعليه. عباس حلمي الثاني كان معاه السلطه السوريه اللي هي السلطه الاسميه. فقال لك حتى السلطه السوريه اللي هي السلطه الاسميه اللي ملهاش لازمه مش معاه لوحده. مين بيشاركوا فيها؟ قال لك بيشاركوا فيها السلطان العثماني، عن طريق ان السلطان العثماني ليه حق يصدر فرمانات. يبقى احنا كده لو فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. عباس حلمي الثاني مسك بعد ابوه الخديوي توفيق، سهله. طب عباس حلمي الثاني لما جه معهوش السلطه الفعليه، عباس معاه السلطه الاسميه. قال لك بقى حتى السلطه الاسميه اللي هي السلطه السوريه اللي ملهاش لازمه مش معاه لوحده. مين بيشاركوا فيها؟ بيشاركوا فيها السلطان العثماني، عن طريق ان السلطان العثماني ليه حق يصدر مجموعه من الفرمانات. فقال لحضرتك ان اللي كان قايل الكلام ده كله هو قانون اسمه القانون الاساسي. يلا يا جماعه، اللي كان قايل الكلام ده كله قانون اسمه القانون ايه؟ الاساسي. يبقى الناس اللي سمت الله وصلت على رسول الله من الاول بقول لحضرتك ايه؟ بقول لحضرتك النهارده ان لما مات الخديوي توفيق مسك ابنه عباس حلمي الثاني. عباس معهوش السلطه الفعليه، عباس معاه السلطه الاسميه اللي هي السوريه بيشاركوا فيها السلطان العثماني. طب بص بقى الحته الجايه. وكان هناك وجود دولي لبعض الادارات في مصر. مستر يعني ايه كلمه كان هناك وجود دولي لبعض الادارات في مصر؟ ايه معنى الكلمه دي؟ هسهلها لك قوي. في حاجات في مصر ملكنا تحت اداره دوليه. زي ايه؟ صندوق الدين كان في 5 دول تحت اداره دوليه. املاك اسماعيل واملاك اسرته تحت اداره دوليه. ميناء اسكندريه تحت اداره دوليه. المحكمه المختلطه اللي كان عاملها اسماعيل اللي هي كان فيها قضاة اجانب، ما هي دي اداره دوليه. فقال لحضرتك كان هناك وجود دولي لبعض الادارات في مصر. في بعض الادارات في مصر تحت اداره دوليه. انا عارف سؤالك، تعالى انا عارف سؤالك اللي انت بتساله من ورا الشاشه، والله عارفه. مستر هي مش انجلترا لما جت مصر لغت الادارات الدوليه في قانون اسمه القانون الاساسي؟ تمام، بس في القانون الاساسي انجلترا لغت كل الادارات الدوليه ولا بعض الادارات الدوليه؟ بعضها، زي المراقبه الثنائيه، مش كلها. هي سابت حاجات زي صندوق الدين كان تحت اداره دوليه. السكه الحديد فلوسها بتروح لتسديد الديون. الدائره الصينيه والدومين، الدائره الصينيه والدومين اللي هي املاك اسماعيل واملاك اسرته. ميناء اسكندريه تحت اداره دوليه. المحاكم المختلطه يعني الاجانب بيشتركوا معانا في القضاء، اداره دوليه. الامتيازات الاجنبيه. ال6 حاجات دول تحت اداره دوليه. كلمه ال6 حاجات دول تحت اداره دوليه يعني الاجانب بيحكموهم. اداره دوليه هي انجلترا وفرنسا والمانيا والنمسا وايطاليا. طب في سؤالين اسالهم تحل اي حاجه تجيلك على الحته دي. اول سؤال، معنى ان يكون في 6 حاجات في بلدنا تحت اداره دوليه، معنى كده ان مصر دوله سياديه ولا غير سياديه؟ يعني هل كده مصر عارفه تحكم من نفسها بنفسها ولا لا؟ لا، مش عارفه تحكم نفسها بنفسها. يبقى لما يكون في 6 حاجات تحت اداره دوليه ده عمل خلل في مبدا سياده الدوله. كلمه خلل في مبدا سياده الدوله ان احنا دوله مش قادره تحكم نفسها بنفسها. فقال لك لما يكون في 6 حاجات تحت اداره دوليه ده عمل خلل في مبدا سياده الدوله. كلمه خلل في مبدا سياده الدوله ان احنا مش قادرين نحكم نفسنا بنفسنا. كلمه مش قادرين نحكم نفسنا بنفسنا يعني دوله غير سياديه. طب السؤال الثاني، ليه انجلترا ما لغتش الادارات الدوليه وانفردت هي بالحكم؟ ما تقدرش، لانها لو لغت الادارات الدوليه الدول الاوروبيه مش هتسكت. المانيا والنمسا وايطاليا وفرنسا مش هيسكتوا، هيثوروا عليها، هيقلبوا عليها. فقال لك ان عباس حلمي الثاني لما جه السلطه الفعليه في ايد انجلترا، السلطه السوريه معاه هو والسلطان، لان السلطان بيصدر فرمانات. وكان هناك وجود دولي لبعض الادارات في مصر. كلمه وجود دولي يعني في حاجات في مصر تحت اداره دوليه زي املاك اسماعيل واملاك اسرته والدائره الصينيه والدوميين والمحكمه المختلطه وميناء اسكندريه والامتيازات الاجنبيه وصندوق الدين. كل الحاجات دي تحت اداره دوليه. طب لما يكون في 6 حاجات بيديرهم الاجانب ده عمل خلل في مبدا سياده الدوله. تاني، لما يكون في 6 حاجات تحت اداره دوليه ده عمل خلل في مبدا سياده الدوله. كلمه خلل في مبدا سياده الدوله ان احنا دوله غير سياديه. يبقى لما يكون في 6 حاجات تحت اداره دوليه ده عمل خلل في مبدا سياده الدوله.
كلمه خلل في مبدا سياده الدوله ان احنا دوله غير سياديه. كلمه دوله غير سياديه يعني دوله مش قادره تحكم نفسها بنفسها. طب ليه انجلترا ما لغتش الادارات الدوليه عشان الدول الاوروبيه كلها هتقلب عليها؟ طب ثانيه واحده، هو عباس حلمي الثاني لما جه بعد ابوه الخديوي توفيق، هو عباس ده معاه سلطه سوريه ولا فعليه؟ سوريه. الفعليه في ايد انجلترا اللي هو اللورد كرومر. يعني عباس ما يقدرش ياخد اي قرار، عباس ما يقدرش ياخد اي خطوه الا لما يرجع الاول للورد كرومر. عباس ما يقدرش ياخد اي خطوه ولا يقدر ياخد اي قرار الا لما يرجع الاول للورد مين؟ كرومر. قال لك عباس بقى ما كانش كده. ابوه توفيق كان خاضع للاجانب، عباس عكس ابوه تماما. عباس مش خاضع للاجانب. امال عباس ايه؟ راجل من ظهر الراجل. عباس مش خاضع للاجانب. مش خاضع للاجانب ازاي؟ عباس اول ما جه كان عايز يمارس سلطته. كلمه يمارس سلطته يعني عايز هو اللي يحكم بعيد عن اللورد كرومر. عباس اول ما جه كان عايز هو اللي يحكم وعايز هو اللي يسيطر بعيد عن المعتمد البريطاني اللي هو اللورد كرومر. طب اسالك سؤال، تفتكر عباس لما يعمل كده انجلترا هتسيبه؟ لا. قال لك ان عباس كان عايز يمارس سلطته، يعني عايز يحكم دون الرجوع للورد كرومر. فده هيوقع عباس في ازمات مع دوله انجلترا، لان كده عباس بيخالف قانون كلنا عارفينه اسمه القانون الاساسي. يعني عباس لما يحكم من غير ما يرجع للورد كرومر هو كده بيخالف القانون الاساسي، لان المفروض عباس معاه السلطه السوريه. فقال لك وقع عباس حلمي الثاني في ازمات متتاليه مع سلطات الاحتلال اللي هي انجلترا. ليه وقع في مشاكل مع انجلترا في بدايه حكمه؟ ليه في اول حكمه وقع في مشاكل مع انجلترا؟ عشان كان عايز يمارس سلطته كامله بعيد عن سيطره وتوجيه المعتمد البريطاني اللي هو اللورد كرومر. قال لك كان عايز يمارس سلطته كامله بعيد عن توجيه وسيطره المعتمد البريطاني اللي هو لورد اسمه اللورد كرومر. طب اساتذه، هو لما يروح يحكم من غير ما يرجع للورد كرومر هل انجلترا هتسكت؟ لا. فده يوقعه في مشاكل مع انجلترا. عمل ايه عباس ابن المجنونه؟ اول حاجه عملها عزل رئيس الوزراء مصطفى فهمي. ايه ده عزل رئيس الوزراء؟ مصطفى فهمي ده مش اللي كان ماسك وزير خارجيه زمان؟ دلوقتي بقى مصطفى فهمي بقى رئيس الوزراء وبقى خاضع للاجانب. فعباس حلمي الثاني اقاله يعني عزل وزاره مصطفى فهمي من رئاسه الوزراء. ليه عزله؟ عشان كان معروف بخضوعه للاجانب. يبقى هنا السؤال يجي لي، بما تفسر قيام عباس حلمي الثاني بعزل مصطفى فهمي من منصب رئيس الوزراء عشان مصطفى فهمي كان معروف بخضوعه للاجانب، وعين بدلا منه واحد اسمه حسين فخري. مش حسين فهمي، حسين فهمي ده ممثل يا حبيبتي، تمام؟ عشان بس مش ناقصه محن في التعليم. هو شال مصطفى فهمي وعين بدلا منه واحد تاني اسمه حسين فخري. طب هو عمل كده دون استشاره المعتمد البريطاني. هو عمل كده دون استشاره المعتمد البريطاني. المعتمد البريطاني اللي هو اللورد كرومر. يبقى قام باقاله رئيس الوزراء مصطفى فهمي وعين بدلا منه حسين فخري دون الرجوع للورد كرومر. مين هو اللورد كرومر؟ اللورد كرومر اللي هو المعتمد البريطاني. يبقى شال مصطفى فهمي وعين حسين فخري دون الرجوع للورد كرومر. اللي مش عارف مين اللورد كرومر، اللورد كرومر اللي هو المعتمد الايه؟ البريطاني. هو عمل الحاجات دي من غير ما يرجع للورد كرومر. هو عمل الحاجات دي من غير ما يرجع للمعتمد البريطاني. فانجلترا بعتت رساله لعباس. انجلترا بعتت رساله لعباس قالت له ايه؟ عباس اتلم بدل ما نلمك. فقال لك ان انجلترا بعتت رساله لعباس قالت له اتلم بدل ايه؟ ما نلمك. قال لها تلميني ازاي انجلترا؟ قالت له ده نلمك. فاكر لما قبل كده لمينا ابوك الخديوي اسماعيل؟ ولا بلاش لما لمينا جدك محمد علي؟ دي كانت حته دين حفله اتحالفت بيها اوروبا كلها. اتلم يا عباس، انت معاك السلطه السوريه، ما تعملش اي حاجه تاني من غير ما ترجع للورد كرومر اللي معاه السلطه الفعليه. فعباس ذكي، قال لك اضطر عباس الى المهادنه. هو مش هيبقى خاضع، هو المهادنه يعني هيجيب ورا شويه. فقال لك اعترض اللورد كرومر على ذلك وبلغ حكومته في لندن. فقال لك فاضطر عباس حلمي الثاني الى المهادنه. كلمه اضطر عباس حلمي الثاني للمهادنه يعني عباس جاب ورا، بس جاب ورا بصياعه، جاب ورا بشياكه. فقال لك اضطر عباس حلمي الثاني الى المهادنه. الطالب اللي مش فاهم يعني ايه كلمه اضطر عباس حلمي الثاني للمهادنه، كلمه اضطر للمهادنه هو هيجيب ورا بس بصياعه.
هيجيب ورا بس بشياكه، هيجيب ورا بشكل خفيف. فلك اضطر عباس حلمي الثاني الى المهادنه. يلا اضطر عباس حلمي الثاني الى المهادنه. كلمه اضطر عباس حلمي الثاني الى المهادنه ان هو هيجيب ورا بس بشكل خفيف ولطيف. طب سمي لي الله وصلي على رسول الله. في الوقت ده انجلترا قالت لعباس حلمي الثاني اتفضل اتصرف وشيل رئيس الوزراء اللي انت جبته من غير ما ترجع لنا. قال لهم يا جماعه شيل الراجل ده ازاي؟ ده انا لسه معينه الساعه 9 الصبح، اجي الساعه 12 الظهر اقول له امشي. قالوا له مالناش دعوه، مش انت اللي عينته من غير ما ترجع لنا، اتصرف. قال لهم طب اقول له ايه؟ فعباس حلمي الثاني راح لحسين فخري قال له بص يا حسين، هم كده كده هيعزلوك، فالاحسن عشان كرامتك قدام الناس ان انت تقدم استقالتك. فقال لك ان في الوقت ده احنا كنا عايزين نوصل لحل عشان حسين فخري اللي لسه ماسك شكله بقى وحش. فالحل ان هم طلبوا من حسين فخري ان هو يقدم استقالته. طب لما حسين فخري يقدم استقالته مين هيمسك منصب رئيس الوزراء؟ اللي هيمسك منصب رئيس الوزراء هو رياض باشا. يبقى الطالب اللي فهم الحته دي عرف ايه؟ عباس حلمي الثاني اول ما جه كان ضد الاحتلال البريطاني. عباس حلمي الثاني اول ما جه كان ضد انجلترا. فعباس حلمي الثاني كان عايز يمارس سلطته دون الرجوع للورد كرومر. عباس حلمي الثاني عايز يمارس سلطته من غير ما يرجع للمعتمد البريطاني. طب عباس حلمي الثاني عشان يمارس سلطته دون الرجوع للمعتمد البريطاني ده يوقعه في ازمات مع دوله انجلترا. قال لك ده يوقعه في ازمات متتاليه، هيوقعه في مشاكل مع دوله انجلترا. ففي الوقت ده عباس حلمي الثاني وقع في مشاكل مع دوله انجلترا عشان عايز يمارس سلطته، يعني عايز يحكم دون الرجوع للورد اسمه اللورد كرومر. طب حصل ايه؟ واحد، عباس حلمي الثاني عزل مصطفى فهمي رئيس الوزراء. طب هو ليه عزل مصطفى فهمي رئيس الوزراء؟ عشان مصطفى فهمي كان معروف بخضوعه للاجانب. اتنين، عين مكان واحد اسمه حسين فخري. يبقى هو عزل مصطفى فهمي وعين حسين فخري، عمل كده دون الرجوع للورد كرومر. فاللورد كرومر اشتكى لحكومته في لندن، اشتكى لانجلترا. فانجلترا قالت لعباس اتلم بدل ما نيجي احنا نلمك. فعباس اضطر للمهادنه، فلازم يشيل حسين فخري عشان هو عينه من غير ما يرجع لانجلترا. فبدل ما يشيل حسين فخري وصلنا لحل كويس ان حسين فخري يقدم استقالته. طب اسالك سؤال، لما حسين فخري يقدم استقالته معنى كده ان انجلترا هي اللي مسيطره على مصر. وقال لك ان الخديوي عباس حلمي الثاني استوعب الدرس. هو مش هيفكر عباس حلمي الثاني مره ثانيه ان هو يعدي اللورد كرومر. قال لك ان عباس حلمي الثاني مش هيفكر يعدي اللورد كرومر مره ثانيه. قال لك وعى الخديوي هذا الدرس ولم يفكر في مواجهه كرومر مره اخرى الى بص لحد ما كرومر يمشي بره البلد سنه 1907. عباس مش هيفكر يجي ناحيته ولا هيفكر يعدي. بس اقول لك على حاجه بقى، عباس حلمي الثاني باين عليه خاضع للاجانب ولا ضد الاجانب؟ ضد الاجانب. اللي انا شايفه ان عباس ضد الاجانب. فقال لك اللي باين ان عباس حلمي الثاني ضد الاجانب، اللي باين ان عباس حلمي الثاني مش خاضع للاجانب، اللي باين لنا ان عباس حلمي الثاني هو ضد الاجانب. فهنا عباس حلمي الثاني هيتقرب من السلطان العثماني. سؤال امتحان، ليه عباس حلمي الثاني هيوثق علاقته بالسلطان العثماني؟ ليه عباس حلمي الثاني هيتقرب من السلطان العثماني؟ لسببين. السبب الاول عشان لو اضطر يواجه انجلترا السلطان يبقى معاه، وعلشان انجلترا والسلطان ما يتحالفوش مع بعض ضده. فلك انا هتقرب من السلطان اكسب السلطان يصفي. ليه؟ يستند اليه اذا ما دعت الحاجه لمواجهه انجلترا، عشان يستند اليه لو اضطر يواجه انجلترا. وعلشان الدوله العثمانيه وانجلترا ما يتحالفوش مع بعض ضد عباس. يبقى عباس كان ذكي. عباس كان ذكي جدا. كان ذكي في ايه؟ عباس كان ذكي ان هو رقم واحد اتقرب من السلطان العثماني عشان لو اضطر الامر ان هو يواجه انجلترا السلطان يبقى معاه. رقم اتنين عشان السلطان وانجلترا ما يتحالفوش مع بعض ضده. طب خد بقى الحته اللي جايه، عباس حلمي الثاني هيتقرب من الشعب المصري. هيتقرب من الشعب المصري ازاي؟ دلل لي ان عباس حلمي الثاني اتقرب من الشعب المصري. واحد، افرج عن مسجونين الثوره العربيه. كل مسجونين الثوره العربيه افرج عنهم، طلعهم بره السجن. اللي هم الضباط بتوع الثوره طلعهم من السجن. احمد عرابي لا، احمد عرابي ده منفي. هو افرج عن مسجونين الثوره، اعاد لهم الرتب والنياشين. الرتب والنياشين العسكريه رجع لهم. فلك افرج عن مسجونين الثوره العربيه،
رجع لهم الرتب والنياشين وشغلهم في وظائف خارج الجيش. يبقى هو رقم 1 افرج عن مسجونين الثوره، 2 اعاد لهم الرتب والنياشين، 3 شغلهم في وظائف خارج الجيش. كمان عباس حلمي الثاني افرج عن شخص اسمه عبد الله النديم. مين عبد الله النديم؟ ده خطيب الثوره العربيه. يعني ايه كلمه خطيب الثوره؟ اللي بيتكلم باسم الثوره. الراجل ده هو خطيب الثوره، يعني بكلمه واحده منه يقدر يحرك مشاعر الشعب المصري ضد الاحتلال البريطاني. بكلمه واحده منه يسخن الشعب ضد الاحتلال البريطاني. فلك عبد الله النديم ده خطيب الثوره، عنده كاريزما في الكلام. كلمه عنده كاريزما في الكلام يعني بكلمه واحده منه يحرك الشعب ضد الاحتلال. فلك عفى عن عبد الله النديم. مين عبد الله النديم؟ هو خطيب الثوره العربيه اللي بيتكلم باسم الثوره العربيه، وسمح ليه يمارس نشاطه. ليه؟ الراجل ده بكلمه واحده منه يحرك مشاعر الشعب. تاني يا جماعه، عبد الله النديم بكلمه واحده منه يحرك مشاعر الشعب ضد الاحتلال البريطاني. يبقى الطالب اللي فهمني قال لك ان عبد الله النديم بكلمه واحده منه يحرك مشاعر الشعب المصري ضد الاحتلال البريطاني. طب اسال سؤال، انت شايف عباس حلمي الثاني في اول حكمه خاضع للاحتلال ولا ضد الاحتلال؟ ضد الاحتلال. اللي انا شايفه ان عباس حلمي الثاني في اول حكمه ضد الاحتلال. طب احنا لما نشوف الخديوي اللي معانا ضد الاحتلال، تفتكر ده هيشجعنا ولا هينيمنا؟ هيشجعنا. احنا لما نشوف الخديوي اللي معانا ضد الاحتلال البريطاني، ده هيشجع الحركه الوطنيه، ده هيشجع الوطنيين. فقال لك شجعت مواقف عباس حلمي الثاني المتشدده ضد الانجليز في بدايه حكمه. قال لك مواقف عباس حلمي الثاني ضد انجلترا في بدايه حكمه هتشجع روح المقاومه. فقال لك ان احنا لما شفنا عباس حلمي الثاني ضد الاحتلال، الشعب هيبدا يتحرك. مين في الشعب بدا يتحرك؟ مجلس شورى القوانين. فقال لك ان الشعب بدا يتحرك، واول حد بدا يتحرك في الشعب هو مجلس شورى القوانين. تمام؟ معلش يا جدعان بس الوقفه رخمه. فقال لحضرتك ان مجلس شورى القوانين بدا يتحرك. بس ثانيه يا مستر، مجلس شورى القوانين ده كانت عاملاه انجلترا، ده كان مجلس سوري. مجلس سوري ملوش لازمه، ده كان مجلس سوري ملوش حق يتكلم في امور سياسيه، ده كان مجلس سوري محروم ان هو يتكلم في امور سياسيه. ايوه صح، المجلس ده كان مجلس سوري كان محروم يتكلم في السياسه. بس لما لقينا عباس حلمي الثاني ضد الاحتلال احنا اتشجعنا، وبدأ مجلس شورى القوانين يتكلم في الامور السياسيه اللي كان ممنوع منها لانه كان مجلس سوري. فلما حد يسالني سؤال مقالي يقول لي ايه اللي شجع مجلس شورى القوانين، لما حد يقول لي كده مستر هو ايه اللي شجع مجلس شورى القوانين؟ اللي شجع مجلس شورى القوانين مواقف عباس ضد الاحتلال. يبقى تاني، اللي شجع مجلس شورى القوانين ضد الاحتلال، او اسف، اللي شجع مجلس شورى القوانين ان هو يتكلم ضد الاحتلال ان احنا لقينا الخديوي ضد الاحتلال. فالمجلس ده طلب 4 مطالب. 1 طلب يناقش الميزانيه، 2 طلب يحط نظام جديد للضرائب، 3 طلب حل مشكله اسمها الديون العقاريه، 4 طلب التوقف عن تعيين الاجانب في الوظائف العليا. كلمه التوقف عن تعيين الاجانب في الوظائف العليا اللي هي سياسه التمصير. يبقى المجلس ده طلب 4 مطالب. 1 طلب يناقش الميزانيه، 2 طلب ان هو يحط نظام جديد للضرائب، 3 طلب نحل مشكله اسمها الديون العقاريه اللي هي الناس اللي اشترت عقارات، الناس اللي اشترت اراضي وما كانتش عارفه تسدد ثمنها. رقم 4 المجلس ده طلب ان هم يعينوا المصريين بدلا من الاجانب. طب يا اساتذه، نتيجه لعباس حلمي الثاني ونتيجه للمواقف اللي عملها عباس حلمي الثاني الشعب بدا يتشجع. طيب تعالى كده سريعا نعيد شويه حاجات. نعيد ايه؟ سمي لي الله بقى في الاول. اول حاجه النهارده انا بتكلم عنها الحركه الوطنيه. الحركه الوطنيه 1 مرحله الخمود. الحركه الوطنيه كانت نايمه من 1882 ل 1892، العقد الاول، اول 10 سنين مفيش حركه وطنيه. مصر تحت الاحتلال البريطاني، نفي واعتقال زعماء الثوره العربيه. 2 السلطه الفعليه في ايد المعتمد البريطاني اللي هو اللورد كرومر، مش عارف ايه التفاهه دي. رقم 3
قال لك ان الخديوي توفيق عارف كويس قوي ان انجلترا هي اللي حمته من الثوره العربيه. 4، ودي اهم حاجه، الشخصيات الوطنيه. 4، الشخصيات الوطنيه سابت المقاومه. الشخصيات الوطنيه تفرقت عن المقاومه. طب الشخصيات الوطنيه سابت المقاومه راحت فين؟ منهم اللي اشتغل في الحكومه، منهم اللي اشتغل في وظائف خاصه، ومنهم اللي اتقرب من انجلترا. طب اساتذه، يعني اول 10 سنين الدنيا كانت واقفه خالص؟ لا، ظهر 3 حاجات. ظهر جمعيه اسمها جمعيه الانتقام، ظهر جريده اسمها جريده العروه الوثقى، ظهر جريده اسمها جريده المؤيد. يبقى ظهر جمعيه الانتقام، ودي كانت جمعيه سريه عايزه تقتل الانجليز. ظهر جريده اسمها جريده العروه الوثقى، اسسها محمد عبده بتاع الازهر، وجريده المؤيد. طب عباس حلمي الثاني اول ما جه، هل كان معاه السلطه الفعليه؟ لا، السلطه الفعليه كانت في ايد انجلترا. امال عباس معاه ايه؟ عباس معاه السلطه السوريه، معاه السلطه الاسميه اللي هي ملهاش لازمه، بيشاركوا فيها السلطان العثماني. طب كان هناك وجود دولي لبعض الادارات، في حاجات بتدير مصر تحت اداره دوليه. تحت اداره دوليه يعني مشترك فيها دول كتير. طب ليه انجلترا ما لغتهاش عشان ما تضايقش الدول الاوروبيه؟ عباس اول ما جه كان ضد الاحتلال. الراجل ده ما كانش خاضع للاحتلال، هو كان ضد الاحتلال. عزل رئيس وزراء اسمه مصطفى فهمي، وجاب رئيس وزراء اسمه حسين فخري من غير ما يرجع للورد كرومر. طب ولما عمل كده دون الرجوع للورد كرومر، لورد كرومر اتضايق واشتكى لحكومته في لندن. فهنا في الوقت ده انجلترا قالت لعباس اتلم عشان ما نجيش نلمك، وعباس اضطر ان هو يجيب ورا، وقال لحسين فخري قدم استقالتك، وجبنا رياض باشا. عباس اتقرب من السلطان عشان يسنده لو اضطر يواجه انجلترا. عباس اتقرب من الشعب، افرج عن مسجونين الثوره العربيه، وافرج عن خطيب الثوره عبد الله النديم. نتيجه لمواقف عباس ضد الاحتلال ده بدا يشجع مجلس اسمه مجلس شورى القوانين. مجلس شورى القوانين بدا يتشجع، مجلس شورى القوانين بدا يتشجع ان هو يبقى ضد الاحتلال البريطاني. فطلب ان هو يناقش الميزانيه، طلب يحط نظام جديد للضرائب، طلب يحل مشكله اسمها الديون العقاريه، طلب ان احنا نوقف تعيين الاجانب في الوظائف العليا. طب سموا الله وصلى على رسول الله. الحته اللي جايه تهمني جدا 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 فوق مما تتخيل. ليه؟ الحته الجايه دي يا جماعه اسمها مرحله الازدهار. طبعا يا ابطال احنا عرفنا ان المرحله اللي فاتت كلها بلا استثناء هي كانت مرحله خمود وكمون الحركه الوطنيه. هيبدا دلوقتي مرحله جديده، هي مرحله ازدهار الحركه الوطنيه. الشعب هيتحرك، الشعب هينزل يعمل ثوره ضد الاحتلال البريطاني، الشعب قرر ان هو يمشي الاحتلال البريطاني. فبعد مرحله الخمود احنا داخلين على مرحله تانية، هي مرحله الازدهار. ايه هي مرحله الازدهار؟ هي ازدهار الحركه الوطنيه. هيظهر بقى عمك مصطفى كامل، وهيظهر عمك محمد فريد، وهترجع البعثات. انه بعثات؟ هترجع البعثات اللي كان باعتها الخديوي اسماعيل. فاكر الخديوي اسماعيل اللي كان باعت بعثات؟ المبعوثين دول بداوا يرجعوا. طب المبعوثين اللي بداوا يرجعوا دول كانوا عايشين فين؟ كانوا عايشين في اوروبا. شافوا اوروبا فيها دستور، شافوا اوروبا فيها حياه نيابيه، كانوا عايزين يعملوا زيها في مصر. فقال لك ان البعثات اللي جت من او اللي كان باعتها اسماعيل اتاثروا بطبيعه الحياه الاوروبيه، ان اوروبا فيها حريه راي وفيها حياه نيابيه وفيها دستور، فتطلعوا اليها في بلدهم المحتله اللي هي مصر. ما علينا، سيبك من الجزء ده، خلينا من الاول. طبعا احنا الحته اللي فاتت دي كلها كنا بنشرح مرحله خمود ومرحله كمون الحركه الوطنيه. كلمه خمود الحركه الوطنيه او كلمه كمون الحركه الوطنيه ان مفيش حد عمل ثوره. يبقى انا الحته اللي فاتت كنت بشرح ايه؟ كنت بشرح خمود وكمون الحركه الوطنيه. كلمه خمود وكمون الحركه الوطنيه ان مفيش حد اتحرك حركه، ان مفيش حد عمل ثوره. هي دي الخمود والكمون. طب احنا داخلين على مرحله تانية هي الازدهار. قال لك الشعب هيعمل ثوره، الشعب هيعمل ثوره. اول كلمه قال لك ايه؟ رغم توقف الحركه الوطنيه سياسيا. يعني كلمه رغم توقف الحركه الوطنيه سياسيا محدش نزل عمل ثورات قبل كده، الا ان المناخ الثقافي والفكري، دي حته كده انا بكتبها للعيال في السنتر عنوان على السبوره. اقول لهم ايه؟ اقول لهم المناخ الثقافي والمناخ الفكري. المناخ الثقافي ناس هتكتب جرايد، ناس هتكتب مقالات، هيبداوا يسخنوا الشعب ضد الاحتلال. تخيل انت كل يوم بتفتح جورنان
ده مصر بلدنا، مصر ملكنا، لازم نطرد الاحتلال. فقال لك ان الناس هتبدا تتشجع. ليه؟ الصحف ومقالات الصحف. فقال لك انتشار صحافه الراي، الصحافه التي كانت تصغر بالمقالات، يعني مليئه بالمقالات والدراسات من كل نوع. يبقى لك ان الشعب هيتشجع يا باشا. واحد، انتشار حريه الصحافه. اتنين، عوده البعثات اللي كان باعتها الخديوي اسماعيل. اسماعيل كان باعت بعثات، صح؟ اسماعيل كان باعت بعثات، البعثات دي بدات ترجع. قال لك ان البعثات بدات تجني ثمارها. المبعوثين دول كانوا عايشين في اوروبا، شافوا اوروبا فيها دستور، شافوا اوروبا فيها حياه نيابيه. يعني شافوا اوروبا فيها حاجتين، شافوا اوروبا فيها دستور، شافوا اوروبا فيها حياه نيابيه، فتطلعوا اليهم في بلدهم المحتله. فقال لك عوده اعضاء البعثات من ايام اسماعيل، وقد تاثروا بطبيعه الحياه الاوروبيه من حريه الراي والحياه النيابيه والدستور، فتطلعوا اليها في بلادهم المحتله اللي هي مصر. قال لك ان البعثات بدات تجني ثمارها. طب تفتكر اعضاء البعثات دول لما ينزلوا مصر هيقعدوا فين؟ هيقعدوا على القهاوي؟ هيقعدوا يلعبوا دومنا على القهوه؟ هيقعدوا يلعبوا بابجي؟ لا، عملوا صالونات. بص بقى، ركز الكلمه اللي جايه دي. قال لك عملوا حاجه اسمها صالونات فكريه ومنتديات ادبيه. قال لك ان المبعوثين دول لما رجعوا عملوا صالون فكري. يعني ايه صالون فكري؟ ناس قاعده مع بعض بتفكر ايه انسب الطرق اللي ممكن نتبعها عشان نخرج انجلترا بره مصر. فلكم ما اتبعوا حاجه اسمها الصالونات الادبيه والمنتديات الفكريه. الصالونات الادبيه والمنتديات الفكريه صالون فكري، ناس قاعده متجمعه بتتكلم مع بعض عن حب البلد، ناس قاعده متجمعه بتتكلم مع بعض عن حب مصر. فقال لك ان المبعوثين دول لما رجعوا لقوا طريقهم في الصالونات الفكريه والمنتديات الادبيه اللي انتشرت في مصر. كل يوم من الساعه 6 بالليل لحد الساعه 10 يتجمعوا مع بعض في صالون فكري يتكلموا ازاي هيخرجوا الاحتلال البريطاني. فقال لك ان في مرحله جايه اسمها مرحله الازدهار. مرحله الازدهار قال لك حصل 3 حاجات. انتشرت صحافه الراي المليئه بالمقالات والدراسات. 2، قال لك عوده البعثات اللي كان باعتها الخديوي اسماعيل. رقم 3، المبعوثين دول راحوا حاجه اسمها الصالونات الفكريه والمنتديات الادبيه. يبقى المبعوثين راحوا حاجه اسمها الصالونات الادبيه، راحوا حاجه اسمها المنتديات الفكريه. طب هم ليه راحوا الصالونات الفكريه؟ ليه راحوا المنتديات الادبيه؟ قال لك عشان يشجعوا بعض ان هم يخرجوا الاحتلال من البلد. هنا في شاب اسمه مصطفى كامل. مصطفى كامل كان شاب في كليه الحقوق، شاب في كليه حقوق، محامي في كليه الحقوق. كل يوم يخلص الكليه ويروح صالون فكري يقعد مع مع الناس اللي هي جايه من البعثات، يقعد مع الادبيين والصحفيين والسياسيين. شاب نشأ في صالونات فكريه، شاب نشأ في منتديات فكريه وصالونات ادبيه، شاب نشأ على ان لازم انجلترا تطلع بره مصر. فقال لحضرتك ان بسبب البعثات اللي رجعت لما عملوا حاجه اسمها الصالونات، ده هيطلع لنا شخصيتين، مصطفى كامل ومحمد فريد. مصطفى كامل وهو عيل صغير كل يوم بعد ما كان يخلص الكليه كان يجري على صالون ادبي، يجري على منتدى فكري، يسمع ازاي نخرج الاحتلال البريطاني بره مصر. فالواد سخن، فلما كبر قرر هو اللي يقود الحركه الوطنيه. كلمه يقود الحركه الوطنيه يعني هيتحرك بالشعب المصري ضد الاحتلال البريطاني، وهو اللي هيطرد الاحتلال البريطاني من مصر. عمل ايه؟ قال لك كفاح مصطفى كامل. مصطفى كامل اول ما جه اعتمد على قوه داخليه، يعني قوه جوه مصر اللي هو الخديوي عباس حلمي الثاني، واعتمد على قوه خارجيه بره مصر، اعتمد على السلطان العثماني ودوله فرنسا. يبقى مصطفى كامل اعتمد على قوه داخليه وقوه خارجيه. داخليه جوه مصر اعتمد على مين؟ اعتمد على الخديوي عباس حلمي الثاني. مصطفى كامل كان ذكي، قال لك انا لازم اتقرب من الخديوي عباس حلمي الثاني عشان ما يحصلش بينه وبين عباس زي ما حصل بين عرابي والخديوي توفيق. فلك هو هيتقرب من الخديوي عباس حلمي الثاني عشان ما يحصلش بينه وبين عباس زي ما حصل بين عرابي والخديوي توفيق. فقال لك اهو نسق افكاره مع الخديوي عباس حلمي الثاني وتفاهم معه حتى لا يقع تناقض بينهم، يعني عشان ما يحصلش خلاف بينهم زي ما حصل بين عرابي والخديوي توفيق. شباب هنا يجيب لي سؤال، يقول لي اول سؤال دلل
كان مصطفى كامل قارئ جيد للتاريخ. السؤال يجي يقول لي دلل كان مصطفى كامل قارئ جيد للتاريخ. يعني ايه كلمه كان مصطفى كامل قارئ جيد للتاريخ؟ ان مصطفى كامل قرأ التاريخ بصوره كويسه. دلل كان مصطفى كامل قارئ جيد للتاريخ ان مصطفى كامل كان قارئ التاريخ كويس، لانه عرف ان كان في خلاف بين عرابي والخديوي وتوفيق ادى لفشل الثوره العربيه، فهو استفاد من الخلاف ده ان هو اتقرب من الخديوي عباس حلمي الثاني. طب يجي يقول لي دلل استفاد، بص اساله بيقول لي دلل استفاد مصطفى كامل، دلل استفاد مصطفى كامل من اخطاء الثوره العربيه. دلل لي، اديني دليل ان مصطفى كامل استفاد من اخطاء الثوره العربيه. الدليل على كده بص، ادلل لك ان مصطفى كامل استفاد من اخطاء الثوره العربيه ان هو اتقرب من الخديوي عباس حلمي الثاني عشان ما يحصلش بينه وبين عباس زي ما حصل بين عرابي والخديوي توفيق. طب خارجيا بره مصر اتقرب من السلطان العثماني لان مصر ولايه تابعه للدوله العثمانيه، فقال لك نسق حركته مع السلطان العثماني نظرا لتبعيه مصر لتركيا اللي هي الدوله العثمانيه. مصطفى كامل سنه 1897 راح اقترح على السلطان العثماني اقتراح جميل قوي. قال للسلطان ايه رايك يا سلطان، ايه رايك يا سلطان يا عثماني ان انت تسحب جيشك من اليونان مقابل انجلترا تسحب جيشها من مصر. انجلترا كانت موافقه ان هي تسحب جيشها من مصر بس السلطان يسحب جيشه من اليونان. فمصطفى كامل راح يقنع السلطان بالكلام ده، بس طبعا السلطان مش هيوافق. فلك اقترح على السلطان سنه 97 ان يوافق على جيش او على جلاء الجيش العثماني عن مصر عن اليونان مقابل جلاء جيش انجلترا عن مصر. يبقى مصطفى كامل راح يقنع السلطان بحاجه هو كده كده السلطان هيرفض، بس هو حاول، يعني هي محاوله، حاول يقنع السلطان ان السلطان يسحب جيشه من اليونان مقابل انجلترا تسحب جيشها من مصر، لكن طبعا السلطان العثماني رفض. اخر حاجه مصطفى كامل هيعتمد على فرنسا. طب اشمعنى فرنسا؟ لان مصطفى كامل عارف ان في خلاف كبير جدا بين انجلترا وفرنسا. مصطفى كامل عارف ان في خلاف كبير قوي بين انجلترا وفرنسا، فقال لك ان مصطفى كامل استفاد من العداء بين انجلترا وفرنسا. مصطفى كامل استفاد من الخلاف اللي بين انجلترا وفرنسا. طب مصطفى كامل استفاد من الخلاف بين انجلترا وفرنسا، عمل ايه؟ سافر لفرنسا وغيرها من الدول الاوروبيه وبدا يكتب في كل الجرايد الاوروبيه، بدا يكتب في كل الصحف الاوروبيه ان لازم انجلترا تمشي بره مصر وان لازم مصر تكون دوله مستقله، وتقرب من السياسيين والصحفيين والمثقفين وكتب في الصحف بتاعتهم. ده كمان كتب في مقاله او في جريده بتاعت واحده اسمها مدام جولييت ادم. يبقى لك استفاد من اعتراض فرنسا على بقاء انجلترا في مصر، فسافر لفرنسا اكثر من مره وغيرها من دول اوروبا، واتصل بالسياسيين والمثقفين والصحفيين وكتب في صحفهم وخطب في الاجتماعات العامه. قال لك كمان اتقرب من شخصيه اسمها مدام جولييت ادم. يبقى انا عندي هنا سؤال امتحان، طبعا عندي سؤال امتحان. مصطفى كامل اعتمد على قوة داخلية داخل مصر واعتمد على قوة خارجية خارج مصر. طب مصطفى كامل داخليا اعتمد على عباس حلمي الثاني عشان ما يحصلش بينه وبين عباس زي ما حصل بين عرابي وتوفيق. طب خارجيا اعتمد على السلطان العثماني واعتمد على دولة اسمها دولة فرنسا. اشمعنى فرنسا؟ اكتر دولة بتكره انجلترا. هقول لك على حاجة، في الوقت ده في حاجة هتحصل هتقلب الموازين. ايه الحاجة اللي هتحصل هتقلب الموازين؟ السودان تحت حكم مصر. الحته دي مفيش طالب ثانويه عامه فاهمها، مش عايز احلف يعني، بس هو مفيش طالب فاهمها. قال لك السودان كانت تحت حكم مصر. يعني ايه كلمه السودان تحت حكم مصر يا مستر؟ اشرحها لك. يعني اللي بيحكم السودان هو الجيش المصري. يبقى السودان تحت حكم مصر. كلمه السودان تحت حكم مصر يعني اللي بيحكم السودان هو الجيش المصري، اللي مسيطر على السودان هو الجيش المصري. فقال لك السودان تحت حكم مصر. مستر مش فاهمها. يعني ايه السودان تحت حكم مصر؟ يعني اللي بيحكم السودان هو الجيش المصري. الكلام ده من ايام محمد علي. يعني السودان تحت حكم مصر يعني السودان فيها الجيش المصري. طب الجيش المصري موجود في السودان من امتى؟ من ايام محمد علي. المهم
شعب السودان عمل ثوره ضد الجيش المصري. طب شعب السودان عمل ثوره ضد الجيش المصري كان اسمها الثوره المهديه. يبقى هنا المهديين او المهدي عمل ثوره ضد الجيش المصري في السودان. فعلي يسالني هو ايه اللي ودى الجيش المصري في السودان؟ يا جالوس الطين، الجيش المصري اصلا موجود في السودان من ايام محمد علي، فالسودانيين عملوا ثوره عليه. فلك ان الثوره المهديه قامت في السودان ضد الوجود المصري سنه 1884. فهنا الجيش المصري اضطر ينسحب من 6 اماكن في السودان. فلك ان بعد الثوره دي خرج الجيش المصري من 6 اماكن في السودان. وبعدين لما الجيش المصري ينسحب من 6 اماكن في السودان، مين هيجري يسيطر عليهم؟ انجلترا وفرنسا وايطاليا. طب اشمعنى انجلترا وفرنسا وايطاليا يا مستر؟ عشان انجلترا وفرنسا وايطاليا ال3 بيكرهوا بعض. عشان انجلترا وفرنسا وايطاليا ال3 في بينهم صراع استعماري. يعني ايه كلمه صراع استعماري؟ بيتخانقوا مين هياخد اماكن اكتر. فقال لك ان الجيش المصري طلع من 6 اماكن. اقتسام الدول الاوروبيه اللي هي انجلترا وفرنسا وايطاليا املاك مصر في السودان. ليه؟ عشان ال3 في بينهم تنافس استعماري. طب الجيش المصري انسحب من 6 اماكن، كل واحده هتاخد كم مكان؟ 2. يعني مثلا عندك انجلترا اخذت اوغندا والجزء الجنوبي من خط الاستواء. عندك فرنسا اخذت طاجوره وجيبوتي. عندك ايطاليا اخذت حته اسمها اريتريا وجردفوي. يبقى لحضرتك ان في الوقت ده، بص بقى الحته اللي سهله، الجيش المصري انسحب من 6 اماكن في السودان. طب الجيش المصري انسحب من 6 اماكن في السودان. طب الجيش المصري لما انسحب من 6 اماكن، مين هيسيطر على ال6 اماكن دول؟ انجلترا وفرنسا وايطاليا، كل واحده هتاخد مكانين. يلا من الاول، يلا من الاول. هي السودان تحت حكم مين؟ مصر. يعني السودان فيها الجيش الايه؟ المصري. تاني، السودان تحت حكم مين؟ مصر. يعني السودان فيها الجيش ايه؟ المصري. تاني، السودان تحت حكم مين؟ مصر. يعني السودان فيها الجيش الايه؟ المصري. طب السودان تحت حكم مصر، السودان فيها الجيش المصري. يلا السودان تحت حكم مصر، السودان فيها الجيش المصري. السودان تحت حكم مصر، السودان فيها الجيش المصري. فقال لك ان الجيش المصري هينسحب من 6 اماكن في السودان. يلا من الاول، الجيش المصري هينسحب من كم مكان؟ من 6 اماكن في السودان. طب ال6 اماكن اللي انسحب منهم الجيش المصري، مين هيسيطر عليهم؟ انجلترا وفرنسا وايطاليا. انجلترا وفرنسا وايطاليا سيطروا عليهم، كل واحده هتاخد كم مكان؟ 2. انجلترا اخذت اوغندا والجزء الجنوبي من خط الاستواء، فرنسا اخذت طاجوره وجيبوتي، ايطاليا اخذت اريتريا وجردفوي. طب سمي الله، كل واحده اخذت مكانين، صح؟ تمام. الحته اللي محدش عايز يفهمها، مين طماعه عايزه تاخد اماكن اكتر؟ انجلترا. مين قررت تقف قصادها؟ فرنسا. فقال لك ان انجلترا عايزه تتوغل في قلب افريقيا. كلمه انجلترا عايزه تتوغل في قلب افريقيا يعني انجلترا عايزه تاخد اماكن اكتر في افريقيا. فلكن انجلترا عايزه تتوغل في قلب افريقيا. كلمه ان انجلترا عايزه تتوغل في قلب افريقيا يعني انجلترا عايزه تاخد اماكن اكتر في افريقيا. طب انجلترا لما حبت تاخد اماكن اكتر في افريقيا، مين هتقف قصادها؟ فرنسا. فقال لك رغبه فرنسا في صد توغل التيار الاستعماري الانجليزي في قلب افريقيا. يعني هنا انجلترا عايزه تتوغل، ففرنسا قالت لا، كل واحده اخذت مكانين زيك زينا. فقال لك ان في الوقت ده فرنسا لما لقت انجلترا عايزه تتوسع، فرنسا سيطرت على حته في السودان اسمها فشوده. هي فشوده دي فين؟ في السودان. طالما في السودان يبقى تحت حكم مين؟ مصر. فلك انجلترا عايزه تتوسع، فرنسا هتقف قدامها. ففرنسا راحت فشوده. فقال لك قامت فرنسا بارسال حمله لاحتلال فشوده سنه 1898. فشوده في السودان، وطالما فشوده في السودان يبقى تحت حكم مصر. يبقى فرنسا بعتت جيشها الفشوده، انجلترا قالت وانا كمان هبعت جيش الفشوده. حلو. انجلترا اعترضت، قالت فرنسا ما تروحش فشوده، فشوده في السودان، فشوده في السودان يعني ارض مصريه. فانجلترا هي كمان
بعتت حمله عسكريه لفاشوده. يبقى كده انا عندي الخناقه في منطقه في السودان اسمها فاشوده. ايه اللي حصل؟ انجلترا عايزه تتوغل، فرنسا هتصدها. طب فرنسا هتصدها ازاي؟ بعتت جيشها لفاشوده. فانجلترا هي كمان بعتت جيشها لفاشوده. حلو، احنا عايزين الحرب تقوم. احنا عايزين الحرب تقوم بين انجلترا وفرنسا في فاشوده. ليه؟ لان انجلترا وفرنسا يا غبي لو اتخانقوا مع بعض في السودان، انجلترا هتسحب جيشها من مصر توديه السودان عشان يحارب فرنسا. لكن للاسف انتهى الامر عند المواجهه الغير المسلحه. الاثنين ما حاربوش بعض. يا خساره، كان نفسنا ان هم يحاربوا بعض. احنا ليه كان نفسنا الاثنين يحاربوا بعض؟ احنا كان نفسنا الاثنين يحاربوا بعض لان الاثنين لو حاربوا بعض كانت انجلترا هتسحب جيشها من مصر وتوديه السودان. فلك انتهى الامر عند المواجهه الغير المسلحه. الموضوع خلص عن طريق اتصالات دبلوماسيه، ان سفير انجلترا كلم سفير فرنسا، قال لك وانسحبت القوات الفرنسيه من فاشوده. عشان كده ممكن يقول لك عليها حادثه فاشوده، او ممكن يقول لك انسحاب فرنسا من السودان. هي ممكن يقول لك عليها فاشوده، او ممكن يقول لك انسحاب فرنسا من السودان. طب باشا سمي لي الله، هو الموضوع من الاول بدا ازاي؟ انا اقول لك بقى. حادثه فاشوده، الموضوع بدا ان السودان تحت حكم مصر. يبقى اللي عايز يعرف الموضوع بدا ازاي، الموضوع بدا ان السودان دي كلها كده تحت حكم مصر. يعني اللي بيحكم السودان هو الجيش المصري. فالجيش المصري حصل ضده ثوره كبيره جدا في السودان. الثوره دي اسمها الثوره المهديه. فالجيش المصري انسحب من 6 اماكن. طب الجيش المصري لما انسحب من 6 اماكن، مين اللي قسم ال6 اماكن دول؟ انجلترا وفرنسا وايطاليا. طب مين طماعه يا مستر عايزه تاخد اماكن اكتر؟ الطماعه اللي عايزه تاخد اماكن اكتر هي انجلترا. مين هتصدها؟ فرنسا. ففرنسا بعتت جيشها لحته اسمها فاشوده. فانجلترا هي كمان بعتت جيشها لفاشوده. يعني كده فاشوده فيها الجيش الانجليزي والجيش الفرنسي. طب احنا كمصريين مالنا؟ احنا كمصريين نفسنا الحرب تقوم عشان انجلترا تسحب جيشها من مصر توديه للسودان. لان انجلترا لو سحبت جيشها من مصر ودته للسودان كده الاحتلال خرج. لكن الموضوع بين انجلترا وفرنسا ما خلصش عن طريق حرب. انجلترا وفرنسا اتصالحوا. يعني انتوا يا اولاد الجزمه بتتخانقوا بقالكم 100 سنه، جايين تتصالحوا النهارده، جايين تتصالحوا دلوقتي. فقال لك ان الموضوع بين انجلترا وفرنسا ما خلصش عن طريق حرب، الموضوع خلص عن طريق اتصالات دبلوماسيه. وهنا السفير الانجليزي كلم السفير الفرنسي وفرنسا خرجت من فاشوده والاثنين اتصالحوا، جايين يتصالحوا دلوقتي. طب احنا كمصريين يئسنا، زهقنا. يا عم كان زمان الحرب قامت والاثنين خلصوا على بعض وانجلترا انسحبت راحت السودان. قال لك للاسف الشعب يئس، الشعب انهزم. بعد حادثه فاشوده احنا كان عندنا امل ان فرنسا وانجلترا يدبوا في بعض فالجيش البريطاني يخرج، لكن الموضوع خلص عن طريق اتصالات دبلوماسيه. وكان اول المنهزمين، اول واحد يئس، اول واحد استسلم كان الخديوي عباس حلمي الثاني. قال لك الموضوع بدا ازاي؟ كان الخديوي هو والوطنيين كانوا فاكرين ان فرنسا لما تروح فاشوده هيفتح باب المساله المصريه. يعني ايه كلمه هيفتح باب المساله المصريه؟ يعني هتجبر انجلترا على الجلاء عن مصر، هتجبر انجلترا ان هي تطلع بره مصر. طب لما فرنسا انسحبت ضاع املنا. لما فرنسا انسحبت ضاع املنا ان احنا نطلع الاحتلال البريطاني والشعب يئس. قال لك وكان الخديوي عباس حلمي الثاني اول المنهزمين، يئس واستسلم. مش بس كده، عباس حس ان ابوه كان صح. فعلا والله يا ابني ابوه كان صح. عباس قال لك ابويا كان صح، انا لازم ابقى خاضع للاجانب. فقال لك ان عباس حلمي الثاني حس ان هو غلطان. عباس حلمي الثاني حس ان ابوه هو اللي كان صح. عباس حلمي الثاني حس ان ابوه هو اللي كان صح وحس ان هو كان غلطان. عباس حلمي الثاني حس ان ابوه كان صح وحس ان هو غلطان، ان عباس حلمي الثاني كان لازم يبقى خاضع للاجانب. فلك عباس حلمي الثاني بدا يعيد ترتيب حساباته بالميل للمسالمه مع سلطات الاحتلال ويعادي الحركه الوطنيه. فعباس حلمي الثاني راح لانجلترا. انجلترا انا عايز ابقى خاضع ليكي،
قالت له لا. قال لها ليه؟ قالت له لا اصل انت مش مريح يا عباس. قالت له من اول ما جيت الحكم كده كنت بتعادينا وشلت رئيس وزراء وعينت رئيس وزراء من غير ما ترجع لنا، واتقربت من السلطان واتقربت من الشعب، خليهم ينفعوك. قال لها لا يا انجلترا، ما انا استوعبت الدرس خلاص وجاي النهارده ابقى خاضع ليكي زي بابا توفيق بالظبط. قالت له اللي عايز يبقى خاضع لينا لازم يثبت لنا، اثبت لنا ان انت خاضع لينا. قال لها طيب اثبت لك يا انجلترا، مش المفروض السودان تحت الحكم المصري؟ مش المفروض السودان انا اللي بحكمها؟ قالت له اه. قال انا هعمل معاك اتفاقيه رسميه ان انا وانت شركاء في حكم السودان، ايه رايك كده يا انجلترا؟ قالت له كده انت ترجع ابني حبيبي عباس طالما هتبقى خاضع لينا. شفت الكارثه؟ عباس حلمي الثاني يئس، فاشل، منهزم. احنا كنا فاكرين فعلا ان فرنسا لما تروح فاشوده الجيش الانجليزي هينسحب من مصر يروح فاشوده، احنا كنا فاكرين كده. لكن الموضوع خلص بين الاثنين عن طريق اتصالات دبلوماسيه. يعني السفير الانجليزي كلم السفير الفرنسي، اتصالات دبلوماسيه، الاثنين كلموا بعض. فقال لحضرتك احنا يئسنا. فكان اول واحد انهزم ويئس عباس حلمي الثاني وقع اتفاقيه مع انجلترا ان انجلترا تشترك معاه في حكم السودان. قال لها يا انجلترا تعالي حكومي معايا السودان، اسمها اتفاقيه الحكم الثنائي للسودان. اسمها اتفاقيه ايه؟ الحكم الثنائي للسودان. الاتفاقيه دي بين مصر وانجلترا اللي قالت لك ان انجلترا هتبقى شريكه معانا في حكم السودان. مش بس كده، ده هنا مصر وهنا السودان اللي بيفصل بينهم دايره عرض 22. طب اساتذه كده انجلترا بقت تحكم السودان بصفه شرعيه. ليه؟ لان عباس حلمي الثاني حاكم مصر عمل معاهم اتفاقيه ان هم يشتركوا معاه في حكم السودان. رقم 2، عباس حلمي الثاني راح زار لندن سنه 1900. قال لك ان عباس حلمي الثاني هيروح يزور لندن سنه 1900. اخر حاجه، اللورد اللي بيحكم مصر اسمه اللورد كرومر. اللورد كرومر هيمشي لسه هيمشي في المستقبل 1907. طب اللورد كرومر لما يمشي 1907 هيجي بعديه واحد اسمه جورست. فقال لك ان اللورد كرومر لسه هيمشي 1907. طب اللورد كرومر لسه هيمشي 1907 هيجي بعديه واحد اسمه ايه؟ جورست. قال لك ان عباس حلمي الثاني هيتقرب من جورست. مين جورست؟ جورست ده اللي هو هيجي بعد لورد اسمه اللورد كرومر. يبقى كان اول المنهزمين، اول واحد يئس، اول واحد انهزم بعد حادثه فاشوده كان الخديوي عباس حلمي الثاني. طب قال لك عباس حلمي الثاني كان اول المنهزمين بعد حادثه فاشوده. عباس حلمي الثاني يئس، عباس حلمي الثاني استسلم. طب عباس حلمي الثاني كان اول المنهزمين بعد حادثه فاشوده. عباس حلمي الثاني اول واحد يئس واول واحد استسلم بعد الحادثه. راح خضع لانجلترا وقال لانجلترا انا عايز ابقى خاضع ليكي. فعمل مع انجلترا اتفاقيه ان هم يشتركوا معاه في حكم السودان. رقم 2، راح زار لندن سنه 1900. رقم 3، هيتقرب من جورست اللي هيجي بعد كرومر لسه 1907. مصطفى كامل ما يئسش. مصطفى كامل قال لهم انا مش هيأس، لا يأس مع حياه ولا حياه مع يأس. قال لك لم يدب اليأس في نفس مصطفى كامل، ولكن ادرك حاجه واحده. مصطفى كامل عرف حاجه واحده، ان هو مش هينفع يعتمد على عباس حلمي الثاني، لان عباس حلمي الثاني بقى خاضع للاجانب. فلك مصطفى كامل ما يئسش، عرف ان هو مش هينفع يعتمد على عباس حلمي الثاني. ده بالعكس مصطفى كامل سخن اكتر. ما هو لما يحصل حاجه في حياتك لا اما تخليك يائس، لا اما تزود جهودك، لا اما تزود نشاطك. فقال لك ان مصطفى كامل ما يئسش، كثف نشاطه وزود جهوده. فقال لك مصطفى كامل ادرك استحاله الاعتماد على الخديوي عباس في تحقيق الجلاء ان هو يمشي انجلترا. لم يدب اليأس في نفس مصطفى كامل، ما يئسش. عمل ايه؟ ده سخن اكتر، كثف نشاطه وزود جهوده. يعني لو في اليوم كان بيكتب مقاله بقى يكتب مقالتين وثلاثه. لو في اليوم كان بيعمل مؤتمر بقى يعمل مؤتمرين وثلاثه. كثف نشاطه وزود جهوده من اجل تنميه الروح الوطنيه للشعب وتبصير الناس، يعني يفتح عينيهم ويقول لهم ان اي حد بيتعاون مع الاحتلال هو مجرم، اللي خضع للاحتلال هو مجرم. لكن الخضوع الاكبر والاجرام الاكبر ان انت تستسلم ليه. بيلقح الكلام على عباس حلمي الثاني،
قلبي عندك يا اللي الكلام عندك. فقال لك كثف نشاطه من اجل ايقاظ الوعي وتنميه العواطف وتبصير الناس بخطوره الاحتلال وجريمه التعاون معه، والجريمه الاكبر هي الاستسلام له. وقال جملته الشهيره: لا يأس مع حياه ولا حياه مع اليأس. يبقى مصطفى كامل ما يقسش عكس عباس حلمي. مصطفى كامل بعد حادثه فاشوده عمل جريده اسمها جريده اللواء سنه 1900. الجريده دي بتطلب بالجلاء والدستور، فقال لك اسس جريده اللواء سنه 1900 باسم الجلاء وباسم الدستور. اللي بياخد عربي مع رضا الفاروق عارف ان الكتاب بتاع رضا الفاروق اسمه اللواء عشان الجريده دي اللي عملها مصطفى كامل بعد حادثه فاشوده بتطلب بالجلاء والدستور. مصطفى كامل قال لك انا هعتمد اكتر على الدوله العثمانيه، فعمل جريده تانية اسمها العالم الاسلامي سنه 1905. الجريده دي كانت جريده اسبوعيه. طب ايه علاقتها بالدوله العثمانيه؟ السلطان العثماني هو اللي كان بيدعم هذه الجريده. قال لك الجامعه الاسلاميه اللي هي الدوله العثمانيه. مصطفى كامل بعد حادثه فاشوده ما يقسش، بس عرف ان هو مش هينفع يعتمد على عباس حلمي الثاني. كثف نشاطه، زود جهوده من اجل ايقاظ الوعي وتنميه العواطف وتبصير الناس ان اي حد بيتعاون مع الاحتلال هو مجرم. الجريمه الاكبر ان انت تستسلم ليه. عمل جريده اللواء، عمل جريده العالم الاسلامي، ودي جريده اسبوعيه في اطار الجامعه الاسلاميه. عمل جريده العالم الاسلامي ودي جريده اسبوعيه في اطار الجامعه الاسلاميه. الراجل ده خريج كليه حقوق. يعني شغال ايه؟ شغال محامي. فقال لك مصطفى كامل خريج كليه حقوق، مصطفى كامل شغال محامي. عرف باسلوب المحاماه. اهم حاجه عند المحامي يا جماعه ان هو يكون عنده قدره على الاقناع. فقال لك عرف باسلوب المحاماه ان هو يقنع الناس. عرف باسلوب المحاماه ان هو يقنع الناس ان مصر لازم تكون دوله مستقله ولازم انجلترا تخرج بره مصر. فقال لك نجح باسلوب المحاماه في تنبيه الضمير العام ان حق مصر في الاستقلال وجلاء القوات البريطانيه، لكن ولا دوله هتساعده. ده سؤال امتحان. ليه ما فيش دوله هتساعد مصطفى كامل؟ انا اقول لك. لان كل الدول ليها مصالح مع انجلترا. يعني فرنسا هتتصالح مع انجلترا، فقال لك ما حدش هيساعده بسبب سياسه المصالح المشتركه الدوليه. كلمه سياسه المصالح المشتركه الدوليه ان كل الدول ليها مصالح مع دوله انجلترا. يبقى ليه ما حدش هيساعده؟ سياسه المصالح المشتركه الدوليه ان كل الدول ليها مصالح مع انجلترا. كمان الخديوي توفيق بقى خاضع للاجانب. السلطه السوريه اللي هو توفيق او اسف اللي هو عباس بقى خاضع للسلطه الفعليه اللي هي الانجليز. ده ادى الى تغييب الضمير وتكسير الوعي. يلا الكلام ده ادى الى تغييب الضمير وتكسير الوعي، يعني محدش يقف معانا. طب مستر انا كده عرفت حادثه فاشوده وعرفت اثر الحادثه على اللي استسلم وخان عباس حلمي الثاني، على اللي كمل وهيكافح مصطفى كامل. في دلوقتي بقى دولتين هيتصالحوا. مين الدولتين اللي هيتصالحوا؟ الدولتين اللي هيتصالحوا هي انجلترا وفرنسا. يبقى انا عندي دولتين هيتصالحوا هي دوله انجلترا ودوله فرنسا. تصدق اخيرا في دولتين هيتصالحوا. الدولتين اللي من اول حصه في المنهج بيدبوا في بعض. الدولتين اللي من اول كلمه اخذناها في المنهج صراع بين انجلترا وفرنسا. اخيرا الاثنين بيتصالحوا في الوفاق الودي سنه 1904. اسمه الوفاق ايه؟ اسمه الوفاق الودي. الوفاق الودي بين مين ومين؟ بين انجلترا وفرنسا. الاثنين بيتصالحوا بدايه الصلح بينهم كانت ساعه حادثه فاشوده. فاكر حادثه فاشوده؟ لما فرنسا انسحبت من السودان قال لك كانت حادثه فاشوده هي مقدمه الوفاق بين انجلترا وفرنسا بدل من المواجهه المسلحه. كمان الاثنين لازم يتصالحوا ويبقى في بينهم وفاق، لان في دوله جديده طالعه هتكسحهم هما الاثنين اسمها المانيا المتناميه. فقال لك الاثنين لازم يتحالفوا مع بعض ضد قوه المانيا المتناميه. كمان فرنسا كان معاها الجزائر وتونس. بص فرنسا احتلت الجزائر واحتلت تونس وكان باقي لها المغرب اللي هي مراكش. يبقى فرنسا كان معاها الجزائر وتونس وكان باقي لها مراكش. مين كانت بترخم عليها؟ انجلترا. زي ما هي كانت بترخم على انجلترا في احتلالها لمصر. فقال لك ان فرنسا كانت عايزه تاخد مراكش بعد ما اخذت الجزائر وتونس، وكانت انجلترا بتعارضها زي ما فرنسا كانت بتعارض انجلترا في مصر.
يبقى الاثنين بيتصالحوا ليه؟ واحد، حادثه فاشوده هي بدايه الوفاق. اثنين، عايزين يتحدوا ضد المانيا. ثلاثه، فرنسا عايزه تاخد مراكش بعد ما اخذت الجزائر وتونس. مين بترخم عليها؟ انجلترا، زي ما هي كانت بترخم على انجلترا في احتلالها لمصر. اربعه، مين اللي هيبدا الصلح؟ ملك انجلترا. ملك انجلترا هيروح بنفسه يزور باريس سنه 1903. فقال لك قام ملك انجلترا بزياره باريس سنه 1903، وانتهت المفاوضات بين الاثنين ان هم يعملوا الوفاق الودي. طب ليه الاثنين لازم يتصالحوا دلوقتي؟ لان المانيا والنمسا وايطاليا اتحالفوا مع بعض، فكان انجلترا وفرنسا لازم يتحالفوا ضد المانيا والنمسا وايطاليا. الوفاق الودي الصلح بين الاثنين، قال سيب ونسيب. يعني ايه سيب ونسيب؟ ان تطلق انجلترا يد فرنسا في مراكش. يا انجلترا انت هتسيبيني اخد مراكش وانا هسيبك تنفردي بمصر، يبقى سيب ونسيب. يعني ايه سيب ونسيب؟ ان تطلق انجلترا يد فرنسا في مراكش مقابل ان تطلق فرنسا يد انجلترا في مصر. طب اسالك سؤال، هل كده في اي دولة تانية هتعارض انجلترا؟ لا، ما هي الوحيدة اللي كانت بتعامل انجلترا او بتعارض انجلترا هي فرنسا. فانجلترا اطمنت ان مفيش اي دولة تانية هتعارضها، فانجلترا هتبدأ تبيد الشعب المصري، هتضرب الشعب عنف وقسوة. قال لك ان في الوقت ده انجلترا اطمنت لعدم وجود معارضة دولية، لان الوحيدة اللي كانت بتعارضها هي فرنسا. فاشتدت سلطات الاحتلال في التضييق على الوطنيين، بتعاملهم بشدة وقسوة. كمان اللي كان بيحكم مصر اسمه اللورد كرومر. يا مستر انت مش قلت كرومر هيمشي؟ ايوه لسه هيمشي 1907. انا قلت لك لسه هيمشي فعلا، قلتها حصلت مني ايه، هوريها لك. كرومر لسه هيمشي 1907. اللورد كرومر كان في خطاب بيتكلم فيه، فاللورد كرومر طلع قال احمدوا ربنا يا مصريين ان احنا بنحكمكم، احمدوا ربنا ان انجلترا بتحكمكم، انتوا اصلا كمصريين ما تقدروش تحكموا نفسكم بنفسكم، انتوا اصلا كمصريين ما عندكوش كفاءة الحكم الذاتي. كلمة ما عندكوش كفاءة الحكم الذاتي يعني انتوا كمصريين ما تعرفوش تحكموا نفسكم بنفسكم. فقال لك ان اللورد كرومر طعن المصريين، مش طعنهم اللي هو غزهم، مش الطعن اللي انا بغزك، لا، كلمة طعن هنا يقصد بيها ان المصريين ما عندهمش كفاءة الحكم الذاتي. يبقى تاني، الوفاق الودي 1904، مين الدولتين اللي بيتصالحوا؟ انجلترا وفرنسا. بداية الوفاق حادثة فاشوده، الموضوع خلص عن طريق اتصالات بدل من المواجهة المسلحة. قال لك والاثنين لازم يتحالفوا ضد المانيا. فرنسا عايزة تاخد مراكش، انجلترا بترخم عليها زي ما هي كانت بترخم على انجلترا في حكم مصر. ملك انجلترا هو اللي راح زار باريس سنة 1903. الوفاق قال سيب ونسيب، ان تطلق انجلترا يد فرنسا في مراكش مقابل ان تطلق ان تطلق انجلترا يد فرنسا في مراكش مقابل ان تطلق فرنسا يد انجلترا في مصر. هنا انجلترا اطمنت ان مفيش حد هيعارضها، ما هي الوحيدة اللي كانت بتعارضها فرنسا، وفرنسا مش هتعارضها. هتبدأ تعامل الوطنيين، هتبدأ انجلترا تعامل الوطنيين بشدة وقسوة. وكمان اللورد كرومر طلع قال ان المصريين ما عندهمش كفاءة الحكم الذاتي، المصريين ما ينفعش يحكموا نفسهم بنفسهم. في الوقت ده حصل حادثة اسمها حادثة دنجواي. حادثة دنجواي هي قرية في المنوفية اسمها دنجواي. شوية ضباط أجانب كانوا بيصطادوا حمام، معاهم عاملين يصطادوا حمام. عارف انت الحمام البلدي؟ عارف برج الحمام الحمام البلدي اصلا ما بيتحركش. يعني انت لما تروح عند واحد بتاع فراخ تلاقيه حاطط حمام على الاقفاص كده ده حمام ما بيتحركش اصلا. فهم بقى الضباط الاجانب عمالين ايه؟ يضربوا في الحمام. فجه فلاح بيجري عليهم اسمه عبد الحي كيرة، بيقول لهم يا خواجه انت وهو، يا عم انت وهو بتعملوا ايه؟ حرام عليك يا عم، بتموت الحمام ليه؟ فالمهم الاجانب عمالين يضربوا نار، فضربوا طلقه في كومه قش، عارفين القش؟ كومه قش، ضربوا طلقه في كومه قش، فالنار ولعت، فمسكت في الفلاحه مصريه، موتتها، حرقتها. فالمصريين بيجروا ورا الاجانب، احنا عاملين نجري ورا الاجانب. ففي اجنبي واحنا بنجري وراه جاله ضربه شمس ومات. هنا انجلترا
قالت انتوا ازاي تجروا ورا الاجانب؟ انجلترا اصدرت احكام شديده وقاسيه على المصريين. قال لك ان في الوقت ده لما قامت حادثه اسمها حادثه دنجواي سنه 1906، انجلترا اصدرت احكام شديده وقاسيه ضد المصريين في حادثه دنجواي. قال لك ان الحادثه ما تستاهلش هذه الاحكام. قال لك انجلترا اصدرت احكام شديده وقاسيه ضد المصريين، وفي الوقت ده اصلا الحادثه ما تستاهلش الاحكام دي كلها. يعني عدموا ناس وقتلوا ناس وفي ناس دخلوها السجن عشان بس جرينا ورا فلاح جاله ضربه شمس. طب ليه انجلترا اصدرت احكام شديده وقاسيه في حادثه دنجواي بالرغم ان الحادثه مش مستاهله كل ده؟ انجلترا عملت كده لاخماد صوت الوطنيين للابد، يعني عشان تكتم صوت المصريين للابد. فقال لك ان في الوقت ده لما قامت حادثه دنجواي، قال لك ان الضباط كانوا بيصطادوا حمام في دنجواي، فطلقه جت على كومه قش فالقش ولع. المهم يعني قال لك ان حادثه دنجواي لما قامت، سمي الله صلى على رسول الله. ايه اللي حصل في حادثه دنجواي؟ حادثه دنجواي هي حادثه بسيطه، انجلترا اصدرت احكام شديده وقاسيه بتعمل لنا كارت ارهاب، بتخوفنا عشان ما حدش قدام يعرف يقف قدام انجلترا. فقال لك ان كان في واحد عمال يصور كل مناظر التعذيب ويصور كل مناظر الاعدام ويرسم الاجانب وهم بيعذبوا المصريين، واخد كل الصور دي طلع بيها على بلاد اوروبا. مصطفى كامل قعد يصور المناظر دي كلها وراح لبلاد اوروبا بالصور دي، قال لهم شفتوا انجلترا بتعمل ايه في مصر؟ شفتوا انجلترا بتعمل ايه فينا؟ فقال لك ان بعد حادثه دنجواي مصطفى كامل استغل الحادثه في التنديد بالاحتلال. كلمه التنديد يعني بيذكر مساوئ الاحتلال في مصر واوروبا. شوفوا يا دول اوروبا انجلترا عملت ايه فينا. فدول اوروبا كلها قالت لانجلترا الحقيقه انجلترا في واد عمال يسيح لك اسمه مصطفى كامل، لم الدنيا معاه. الحقيقه انجلترا مصطفى كامل مش ساكت، عمال يقول لي عنك كلام وحش، لم الدنيا معاه بسرعه يا انجلترا. فانجلترا قالت مش انا اللي عملت كده، ده اللي عمل كده هو اللورد كرومر وانا هسحبه من مصر. انجلترا لبست الموضوع كله للورد كرومر. فقال لك ادركت الحكومه البريطانيه صعوبه ما تتعرض له، فسحبت اللورد كرومر من مصر وجابت جورست سنة 1907 عشان تهدي الشعب. لكن ده مش هيهدينا، ده هيسخننا اكتر. طب بعد حادثة دنجواي مصطفى كامل عمل ايه؟ قال لك بعد حادثة دنجواي مصطفى كامل قام بالتنديد بالاحتلال، يعني هيذكر مساوئ الاحتلال في مصر واوروبا. مصطفى كامل أسس نادي المدارس العليا. نادي المدارس العليا ده كان نادي بيجمع فيه طلبة الجامعات. هو مش نادي رياضي، هو نادي ثقافي بيجمع فيه الناس المتعلمة عشان يوحد الشعب ضد الاحتلال. مصطفى كامل أسس حزب اسمه الحزب الوطني سنة 1907، ده بعد حادثة دنجواي. مصطفى كامل عمل طبعتين من جريدة اللواء. فاكر جريدة اللواء اللي هو عملها بعد حادثة فاشودة؟ كانت باللغة العربية. مصطفى كامل عمل منها طبعتين، طبعة انجليزية وطبعة فرنسية للقارئ الاوروبي. فقال لك ان هو عمل منها طبعتين، طبعة انجليزية وطبعة فرنسية للقارئ الاوروبي. مصطفى كامل مات سنة 1908، واللي هيمسك الكفاح بعديه واحد اسمه محمد فريد. لازم تطلع ورقة وقلم وتعمل لي مقارنة بين كفاح مصطفى كامل بعد حادثة فاشودة وحادثة دنجواي. يعني بعد حادثة فاشودة هتقول لي ان هو عمل جريدة اللواء وجريدة العالم الاسلامي واستخدم اسلوب المحاماة. طب بعد حادثة دنجواي التنديد بالاحتلال، نادي المدارس العليا، الحزب الوطني، وكمان طبعتين من جريدة اللواء، طبعة فرنسية وطبعة انجليزية للقارئ الاوروبي. طب لما مات مصطفى كامل مين هيمسك بعديه؟ قال لك اللي هيمسك بعديه محمد فريد. يبقى مات مصطفى كامل، محمد فريد مسك حزب اسمه الحزب الوطني. الحزب الوطني أسسه مصطفى كامل 1907. لما مات مصطفى كامل مسك مكانه محمد فريد. بس قال لك ان محمد فريد
لما مسك الحركه الوطنيه كانت الظروف غير ملائمه. يعني ايه كلمه الظروف غير ملائمه؟ يعني محدش هيساعده. ليه؟ فرنسا اتصالحت مع انجلترا والاتنين بقوا اصحاب، ففرنسا مش هتساعدنا. فقال لك تولى محمد فريد قياده الحزب الوطني في مناخ غير ملائم. ده سؤال بما تفسر. ليه محمد فريد مسك الحركه الوطنيه في ظروف غير ملائمه؟ واحد، سياسه الوفاق بين انجلترا وفرنسا، ان انجلترا وفرنسا بقوا اصحاب ففرنسا مش هتساعدنا. كمان الخديوي عباس حلمي الثاني بقى خاضع للانجليز ورتب اموره مع الانجليز وهيعادي الحركه الوطنيه. فقال لك لجوء الخديوي عباس حلمي الثاني الى ترتيب اوضاعه مع الاحتلال وتنكر الحركه الوطنيه، نسي الوطنيين. طب اساتذه، يبقى محمد فريد مسك الحركه الوطنيه في مناخ ملائم ولا غير ملائم؟ غير ملائم. طب انجلترا سحبت كرومر، جابت واحد اسمه جورست اللي مسك من 1907 ل 1911. يبقى اول معتمد بريطاني كرومر انسحب بعد حادثه دنجواي. جابت جورست سنه 1907. هي جايبه جورست عشان يهدي الوضع شويه، عايزه تخفف غضب المصريين، فقالت لجورست خفف الدنيا شويه على الشعب. فجورست خفف الرقابه من تصرفات الخديوي. يعني ايه كلمه خفف الرقابه من تصرفات الخديوي؟ هو المفروض الخديوي قبل ما ياخد اي قرار يرجع لانجلترا عشان انجلترا معاها السلطه الفعليه. فجورست خفف الرقابه من تصرفات الخديوي، قال للخديوي اتحكم انت شويه. وسع سلطات مجلس النظار. اللي مش عارف مجلس النظار اللي هو مجلس الوزراء، يعني زود السلطه بتاعت الوزراء. اخر حاجه هيسيب المصريين هم اللي يديروا مصر، يعني الوظائف هيمسكها المصريين. طالما الوظائف هيمسكها المصريين يبقى سياسه التمصير ووقف النجلزه، يبقى عمل التمصير ووقف النجلزه. قال لك اطلاق يد المصريين في اداره شؤون بلدهم. كلمه اطلاق يد المصريين في اداره شؤون بلدهم يعني هيخلي المصريين هم اللي يديروا مصر. يبقى جورست عمل 4 حاجات: خفف الرقابه من تصرفات الخديوي، وسع سلطات مجلس النظار اللي هو مجلس الوزراء، اطلق يد المصريين في اداره شؤون بلدهم اللي هي سياسه التمصير. طب كفاح محمد فريد. محمد فريد عمل ايه؟ انا اقول لك. فاكر الحزب الوطني اللي اسسه مصطفى كامل؟ مصطفى كامل لما اسس الحزب الوطني كان بيخشوا مثقفين فقط، ما كانش بيخشوا عمال، لازم يخشوا الناس المتعلمه. محمد فريد وسع دائره الحزب. يعني ايه كلمه وسع دائره الحزب؟ يعني بدل ما الحزب ما كان بيخش مثقفين، محمد فريد خلى الحزب يخش عمال. يبقى محمد فريد عمل على توسيع دائره الحزب الوطني اللي كانت عضويته مقتصره على المثقفين. محمد فريد ضم للنقابات العماليه اللي هم العمال. فاكر الصناعه اليدويه؟ فاكر الصناع اليدويين؟ كان في نظام بيحميهم اسمه نظام الطوائف. نظام الطوائف ده اتلغى سنه 1891. محمد فريد بقى اهتم بالصناعه اليدويه، لان النظام اللي كان بيحميهم اللي هو نظام الطوائف اتلغى، فمحمد فريد اهتم بالصناعه اليدويه. فمحمد فريد سنه 1909 عمل نقابه عمال الصنائع اليدويه. يبقى الطالب اللي عايز يفهم، قال لك ان محمد فريد سنه 1909 عمل نقابه لعمال الصنائع اليدويه. محمد فريد سنه 1909 عمل نقابه للصناع اليدويين. كمان محمد فريد عمل المدارس الليليه. ايه هي المدارس الليليه؟ المدارس الصبح بتفتح الساعه 7 تقفل الساعه 3، بتعلم الطلبه. طب ليه ما نعملش فتره تانية بالليل نعلم فيها الناس الجهله اللي هو محو الاميه؟ فقال لك ان محمد فريد كان عايز يثقف عامه الشعب فعمل المدارس الليليه. يبقى تاني، جورست انجلترا بعتاه عشان يخفف الدنيا على المصريين، خفف الرقابه من تصرفات الخديوي، وسع سلطات مجلس النظار، اطلق يد المصريين في اداره شؤون بلدهم، عمل سياسه التمصير. طب محمد فريد وسع دايره الحزب الوطني، ان الحزب الوطني بدا يخشوا العمال بدل ما كان بيخشوا مثقفين فقط. كمان عمل مدارس ليليه وعمل نقابه عمال الصناعه اليدويه. فاكر جورست كان كويس. جورست كان كويس. انا كان عندي واحد رخم اسمه كرومر، انجلترا ضحت بيه بعد حادثه دنجواي وجابت مكانه واحد كويس شويتين اسمه جورست.
جورست مسك 1907. يبقى انجلترا ضحت بكرومر بعد حادثه دنجواي. مسك جورست سنه 1907. جورست مشي سنه 1911 وجه واحد من كفار قريش اسمه كيتشنر. كيتشنر مسك سنه 1911. كيتشنر انا مسميه القبضه الحديديه، حكم البلد من نار وحديد، دخل الناس السجون، لغى التمصير ورجع النجلزه. قال لك يعني ايه المصريين هم اللي يديروا البلد؟ فقال لك ان كيتشنر استخدم سياسه القبضه الحديديه، اعاد سياسه النجلزه، يعني شال المصريين وعين الاجانب، اتبع سياسه اسمها مطارده الوطنيين. كلمه مطارده الوطنيين ان هو بدا يدخلهم السجون. في يوم من الايام محمد فريد كتب قصيده شعر اسمها وطنيتي. اول بيتين في القصيده كان فيهم عبارات حماسيه ضد الاحتلال، فانجلترا اعتقلته. انجلترا اعتقلته سنه 1911. فقال لك تم القبض على محمد فريد بسبب كتابته لعبارات وطنيه حماسيه في ديوان شعر اسمه وطنيتي. انجلترا راقبته واعتقلته 1911. محمد فريد لما خرج من المعتقل قال لك انا هكمل كفاح من بره مصر، انا مش هكافح من مصر، انا هكمل كفاح من بره. وسافر لاوروبا، يعني احنا محتلين هنا وهو بيكافح هناك، لحد ما مات في المانيا سنه 1919. طب اسالك سؤال، يبقى كده كرومر، جورست، كيتشنر، ما عملتش مقارنه بين الثلاثه، مع السلامه. ما عملتش مقارنه بين كرومر وجورست وكيتشنر، ما عملتش مقارنه بين كرومر وجورست وكيتشنر، مع السلامه. طب خد بقى الحته اللي جايه. سنه 1907 مصطفى كامل اسس حزب اسمه الحزب الوطني. بس سنه 1907 ما اتعملش الحزب الوطني بس، كان في احزاب كتير قوي اتعملت. فعشان كده بيقول لك ايه؟ الاحزاب السياسيه. بيقول لك ايه بقى؟ عام 1907، عام 1900 كام؟ و7، عام نشأة الأحزاب السياسية. عام 1907 هو عام نشأة الأحزاب السياسية. يعني إيه كلمة عام نشأة الأحزاب السياسية؟ يعني السنة دي هي أكتر سنة مصر عملت فيها أحزاب. كان في أحزاب كتير قوي في 1907، كان في أكتر من حزب. طب ليه درسنا الحزب الوطني؟ ليه أخذنا الحزب الوطني؟ أعلاهم صوت وأوضحهم موقف. يبقى لك لم يكن الحزب الوطني وحده في ميدان النضال، ولكن احنا اخذنا الحزب الوطني عشان كان اعلاهم صوت واوضحهم موقف. في احزاب كانت بتأيد انجلترا، ايه؟ والله في احزاب بتأيد انجلترا، وفي احزاب تانية بتأيد الخديوي. فقال لك ان في احزاب نشأت في احضان الاحتلال، والبعض نشأ في احضان الخديوي. عام 1907 هو عام نشأة الاحزاب السياسية. ايه ده؟ احزاب بتأيد انجلترا، احزاب خاينة. لكن معظم الاحزاب كانت بتطلب 3 حاجات: الجلاء والدستور والحياه النيابيه. معظم الاحزاب كانت بتطلب الجلاء والدستور والحياه النيابيه، كل واحد بالطريقه اللي هو شايفها. كل حزب، الحزب اللي يعمل مظاهره، الحزب اللي يعمل ثوره، الحزب اللي يعمل مؤتمر، كل واحد ليه طريقه غير الثانيه. بس احنا درسنا الحزب الوطني لانه اعلاهم صوت واوضحهم موقف. في احزاب كتيره اتعملت، في اللي بيأيد الخديوي وفي اللي بيأيد الاحتلال، لكن المعظم بيطلب بالجلاء والدستور والحياه النيابيه. فضلت الحركه الوطنيه في شد وجزر، يعني شويه نعمل حركه، شويه نيأس، شويه نعمل ثوره، شويه نقف، لحد ما قامت الحرب العالميه الاولى سنه 1914. طبعا يا جماعه الجزء الاخير من الباب الثالث هو جزء تقيل، جزء فيه شويه كلام، جزء عايز طالب يقسمه على مرتين على الاقل عشان يفهمه. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا، اللهم لك الحمد، خلصنا الباب الثالث كله كامل متكامل على قناه اليوتيوب بتاعتنا. تمام؟ انت عندك على قناه اليوتيوب مرجع حقيقي لاول 3 فصول في المنهج، شرح بحل اسئله وفيه جدا. يعني كل فيديو بنزله شرح لازم انزله فيديو حل مش اقل من 300 سؤال. فانت عندك شرح وحل جميل جدا 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 على قناه اليوتيوب. اتمنى من الله عز وجل ان الناس كلها تتابع القناه بتاعتنا، الناس كلها تبقى عارفه القناه بتاعتنا هي مرجع لاي طالب ثانويه عامه. تمام؟ اشوف الناس المحترمه ان شاء الله باذن الرحمن على خير في اول فيديو واول حصه في الباب الرابع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.